بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي متابعي ومشاهدي قنوات شبكة الإعلام العراقي. نصل إلى الجولة ما قبل الأخيرة والمباريات الحاسمة لهذه الجولة. هنا صاحب المركز الثاني فريق القوة الجوية وصراع مع المتصدر الشرطة اللي يلعب بنفس التوقيت من خلال هذه المباراة وافتتاح الجولة 37 لدوري نجوم العراق. مباراة مهمة لصاحب المركز الثاني القوة الجوية اللي يمتلك من الرصيد 78 نقطة، وهو يقابل نادي القاسم صاحب المركز السابع عشر برصيد 33 نقطة، والفريقان يصارعان أحدهم إلى اللقب والآخر من أجل البقاء للموسم القادم. نتحدث عن القوة الجوية الصقور في هذا اللقاء، ونتحدث عن نادي القاسم اللي يواجه القوة الجوية في هذا اللقاء. ننتظر مباراة كبيرة تقام هنا على ملعب الكوت الأولمبي اللي يضيف هذا اللقاء ما بين الفريقين نادي القاسم والقوة الجوية. إذا انطلقت المباراة بصافرة حكم المباراة الدولي يوسف سعيد، هو اللي يقود هذا اللقاء بمساعدة المساعد الأول الدولي واثق مدلل، وكرار أحمد مساعد ثاني علي أحمد شاكر حكم رابع لمباراة اليوم. في غرفة الفار يتواجد زيد ثامر الحكم الدولي، والدولي الآخر أمير داود. انطلقت المباراة. القوة الجوية وكالمعتاد يلعب بزيه الأزرق الكامل، يلعب من اليمين لليسار، بينما فريق نادي القاسم يلعب من اليسار لليمين بزيه الأبيض في هذا اللقاء الكامل. إذا المباراة مرتقبة لكلا الفريقين. القوة الجوية من أجل مواصلة الصراع على اللقب مع الشرطة، بينما فريق القاسم يحاول أن يبتعد بشكل كبير عن الهبوط إلى الدور الممتاز العراقي. هذا أيمن الحكيم المدرب السوري مدرب نادي القاسم اللي يحاول أن يبقي القاسم للموسم القادم. طبعا هذا هو الموسم الثالث لنادي القاسم في دوري الكبار، أو الرابع عذرا، الموسم الرابع بالنسبة لفريق القاسم للتواجد في دوري الكبار، ويطمح أن يتواجد للموسم القادم. نذكر بتشكيل الفريقين، وأكيد نبدأ من الضيف فريق نادي القوة الجوية اللي يلعب في مباراة اليوم بمحمد حميد لحراسة المرمى، محمود مشعان هنا محاولة عن طريق إبراهيم يلعب كرة أو مصطفى سعدون داخل منطقة الجزاء، لكن عملية الإبعاد من دفاعات فريق نادي القاسم. عملية تحضير الحارس، يحاول أن يمر الحارس لكن قطع ممتاز من سعد ناطق الدولي العراقي. سعد داخل منطقة الجزاء خطيرة على مرمى نادي القاسم، لكن عملية الإبعاد عن طريق لاعب دينيس تشامبيزي، وتبعد إلى خارج الملعب رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة البعيدة. هذا حيدر ماجد مدافع اليسار، همام طارق لاعب وكابتن القوة الجوية، رزاق فرحان المباراة الخامسة لهذا المدرب خلفا للمدرب أيوب أوديشو. هو حقق 4 انتصارات على التوالي. رزاق فرحان فوز على نفط البصرة 3-2، وعلى النفط 2-0، وعلى أمانة بغداد 2-0، وآخر الانتصارات اللي حققها القوة الجوية مع رزاق فرحان على حساب أربيل 2-1 في الجولة الماضية. نكمل تشكيل فريق القوة الجوية. محمد حميد لحراسة المرمى، محمود مشعان، سعد ناطق، ومصطفى سعدون، ومصطفى وليد لخط الدفاع. للوسط يلعب بسعد عبد الأمير، يوسف فوزي، غيث معروفي، وهمان طارق، وابراهيم بايش، ولخط الهجوم يلعب بأيمن حسين. هذه تشكيلة فريق القوة الجوية لهذه المباراة، بينما خيارات مدرب فريق نادي القاسم أيمن الحكيم يلعب بعلي جاسم لحراسة المرمى، وللدفاع بدينيس تشامبيزي، كرار فالح، حيدر ماجد، حسين محسن. للوسط أوديني جورج، الحارس حاتم مرتضى قصاد، والغاني ميسوكي، ولخط الهجوم يلعب بعلاء محسن وسيف رشيد. هذه تشكيلة نادي القاسم. لاحظ من الجهات البعيدة جمهور القوة الجوية حاضر في ملعب الكوت، والقوة الجوية على فكرة اتخذ هذا الملعب ملعبا له من خلال بداية الموسم، ولعب على هذا الملعب 6 مباريات وفاز في 5 وتعادل في مباراة واحدة على ملعب الكوت عندما كان يلعب القوة الجوية على ملعب الكوت في بداية
انطلاقة دوري نجوم العراق. عملية الهجوم، مشعان الابعاد الى خارج الملعب لرمية جانبية. هل يفعلها رزاق فرحان ويذهب بالقوة الجوية الى لقب الدوري العراقي؟ ينتظر تعثر الشرطة امام دهوك، وبعد ذلك ننتظر المباريات الأخيرة والجولة الأخيرة من يحسم اللقب، الشرطة أم القوة الجوية. ننتظر هذه الجولة وننتظر نتيجة مباراة القوة الجوية ومباراة الشرطة، مباراة القوة الجوية ونادي القاسم، ومباراة نادي الشرطة ودهوك اللي تقام بنفس التوقيت. هنا علاء محاصر بأكثر من لاعب، علاء أم حيسن اللي سبق ومثل الكهرباء والحدود، هذا هو علاء أم حيسن لاعب ومهاجم نادي القاسم وكابتن نادي القاسم. هنا رمية جانبية، سعد حمود مشعان حاول نقل الكرة لمصطفى وليد، همام لمصطفى عن طريق الجانب الأيسر. مصطفى وليد موسم أول مع القوة الجوية قادما من الكرخ، عنده 4 أهداف مع القوة الجوية. مصطفى وليد سجل 2 على الحدود وهدف على نفط البصرة وهدف على أربيل. هذا مصطفى سعدون لاعب منتخبنا الأولمبي العراقي والوطني، وكل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي العراقي إن شاء الله في أولمبياد باريس. كرة من جهة يسار لصالح نادي القاسم، واضح الحذر على لاعبي فريق نادي القاسم أمام القوة الجوية في هذا اللقاء. نذكر بنتيجة مباراة الذهاب والمباراة اللي لم تكتمل ما بين نادي القاسم والقوة الجوية، وانسحب فريق القاسم من تلك المباراة، والنتيجة ذهبت لصالح القوة الجوية بقرار من الاتحاد 3-0. وهذا علي جاسم 9 أهداف خلال هذا الموسم مع القوة الجوية، وعلى سبيل الإعارة قادما من الكهرباء، واحد من نجوم الكرة العراقية علي جاسم قد نشاهده من خلال الشوط الثاني مع فريق القوة الجوية، وكرة بعيدة لنادي القاسم. نبقى مع نتيجة مباراة الذهاب وانسحاب نادي القاسم أمام القوة الجوية في تلك المباراة، وبالتالي نتيجة المباراة ذهبت لصالح نادي القوة الجوية 3-0. وأيضا لجنة المسابقات كان هناك خصم 3 نقاط لفريق نادي القاسم، يعني كان انسحاب غير مبرر وغير مدروس من قبل إدارة نادي القاسم في تلك المباراة أمام القوة الجوية، كلفتهم الكثير. خسارة 3 نقاط في المباراة أمام القوة الجوية، وتم خصم 3 نقاط أيضا من نادي القاسم. على الأقل كان ممكن يكمل المباراة، وممكن لا يضيع ال3 نقاط اللي تم خصمها من نادي القاسم، وممكن الآن تكون نقاطه 36 متساويا بنفس الرصيد مع أندية كربلاء ونادي الكرخ. لكن حصل ما حصل في تلك المباراة، ونادي القاسم انسحب بسبب احتساب الحكم الدولي سالم عامر ركلة جزاء للقوة الجوية، على أثرها انسحب نادي القاسم من تلك المباراة. هذا دينيت شمبيزي، كرة عن طريق الوسط، أوديني جورج نيجيري يلعب كرة الأمام. ميسوكي واحد من الأسماء المميزة مع فريق نادي القاسم الغاني، ميسوكي عنده 6 أهداف، لاعب نشط، وهناك ترقب من الأندية الكبيرة لميسوكي وبعض الأسماء المحترفة في أندية أخرى بالنسبة للأندية الكبيرة على هؤلاء الأسماء. كرة تبعد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية. رزاق فرحان والتوجيهات، هل يجعل الفرحة على المدرجات؟ هل يجعل فرحة جماهير القوة الجوية بالانتصار في هذه المباراة وانتظار خبر سعيد من ملعب الشعب الدولي لمباراة الشرطة ودهوك؟ هناك تعثر الشرطة أكيد سيعطي دفعة كبيرة لفريق نادي القوة الجوية اللي سيواجه في مباراة الأخيرة والجولة الأخيرة مع فريق نفط الوسط اللي هبط رسميا للدوري الممتاز العراقي، بينما فريق الشرطة عنده مباراة مرتقبة في ختام دوري نجوم العراق خلال هذا الموسم أمام الزوراء في ديربي العاصمة. هنا خطأ دولي يوسف سعيد يشير إلى وجود خطأ لصالح نادي القوة الجوية. الصقور وانتظار لجماهير الصقور. هنا إبراهيم بايش، إبراهيم هدف واحد على أمانة بغداد. هذا مصطفى سعدون على التنفيذ الخطأ. هنا حارس المرمى علي جاسم، علي جاسم حارس المرمى لفريق نادي القاسم، سبق وأن لعب لأمانة بغداد. علي جاسم قادما من بغداد داخل منطقة الجزاء، خطيرة لفريق القوة الجوية، يريد أن يهاجم بشكل كبير على مرمى فريق نادي القاسم لافتتاح التسجيل في هذه المباراة وعدم انتظار. وهنا أيمن حسين هداف دورينا خلال هذا الموسم، أيمن حسين لغاية الآن ب27 هدف
ب27 هدف أيمن حسين في أول محاولة للقوة الجوية. ومن خلال الدقائق العشرة الأولى لاحظ الإعادة، عملية اللفة دوران من أيمن حسين يسدد بالمباشر، لكن حارس المرمى علي جاسم حارس نادي القاسم يتمركز بمكان جيد. وصلت لعلي جاسم حارس مرمى نادي القاسم. 7 مواجهات سابقة ما بين نادي القاسم والقوة الجوية، 4 منها انتهت لفريق القوة الجوية، وانتصار وحيد تاريخي لنادي القاسم طبعا كانت على ملعب الشعب، فاز 4-3 في الموسم الماضي، ونادي القاسم فاز على نادي القوة الجوية، ومباراتين انتهت بالتعادل. هنا الدولي يوسف سعيد، الدولي يوسف سعيد فريق يحاول الابتعاد من مراكز الخطر نادي القاسم، وفريق يريد الاقتراب والوصول إلى اللقب. ننتظر هذه الجولة والجولة الأخيرة. كرة تبعد من أمام أيمن حسين، تصبح رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية للصقور. هذا أيمن، وهنا أيمن الحكيم. لدينا المهاجم الهداف ولدينا المدرب السوري أيمن الحكيم. إذا رمية جانبية، تغيير في الرمية الجانبية. الآن رمية جانبية تصبح لصالح نادي القاسم. تغيير في الرمية الجانبية من مصطفى وليد. إذا الرمية الجانبية لصالح نادي القاسم، هذا حسين محسن، سبق وأن مثل القوة الجوية أيضا حسين محسن، سبق وأن مثل الجوية حسين محسن، لاعب ومدافع يمين نادي القاسم. هذا ميسوكي، مر ميسوكي، لكن عادت للوسط سعد عبد الأمير. عملية تمرير إبراهيم، حاول يمر إبراهيم بايش عن طريق الجانب الأيسر. إبراهيم يحاول مواصلة الهجمة لصالح نادي القوة الجوية، لكن ضغط من مرتضى قصاد اللي يبعدها إلى خارج الملعب لرمية جانبية للصقور. قوة الجوية آخر لقب للقوة الجوية موسم 2021 مع المدرب أيوب أوديشو، واللقبين الأخيرين كان لصالح نادي الشرطة، والقوة الجوية في صراع مع الشرطة خلال هذا الموسم. كرة النقل الأمام الآن لصالح نادي القوة الجوية عن طريق الجانب الأيمن. غيث معروفي التونسي يحاول نقل الكرة داخل منطقة الجزاء، وابعدت من أمام غيث معروفي إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية. هذا غيث معروف، موسم ثاني على التوالي مع القوة الجوية، اللاعب التونسي غيث معروف. جمهور الصقور تهتز المدرجات لملعب الكوت الأولمبي. 6 مباريات لعب على هذا الملعب نادي القوة الجوية، ولم يخسر أي مباراة على ملعب الكوت نادي القوة الجوية. فاز في 5 وتعادل في مباراة واحدة، وكانت هي ديربي العاصمة اللي كانت في ملعب الكوت 2-2 أمام الشرطة. فاز على زاخو 2-1، وعلى نوروز 2-1، وعلى الحدود 3-2، وأيضا على كربلاء 3-0، وعلى دهوك 1-0، وتعادل مع الشرطة 2-2. أي أن القوة الجوية على هذا الملعب لم يخسر القوة الجوية على هذا الملعب، ملعب الكوت، وهذا جمهور القوة الجوية. بينما القاسم أو نادي القاسم لعب 7 مباريات على هذا الملعب، أيضا اتخذ ملعب الكوت في بداية دوري نجوم العراق، بعد ذلك عاد إلى ملعب كربلاء، ومباراة واحدة لعب على ملعب النجف. الآن يعود من جديد إلى ملعب الكوت بعد الصيانة الموجودة حاليا لملعب كربلاء. لذلك نادي الكوت لعب 7 مباريات على هذا الملعب، وهذه المباراة الثامنة أمام القوة الجوية. طبعا فاز على أربيل 2-1، وعلى النفط البصرة 3-0 أيضا بقرار اتحادي. فاز نادي القاسم على نادي نفط البصرة. هنا همام والتغطية من همام، ولاحظ هنا جدول الترتيب بهذه النتيجة القوة الجوية 79 ونادي القاسم 34. لا زال الوقت طويل ولا زال الحديث مبكر عن نتيجة التعادل، لأن الرغبة موجودة للقوة الجوية والرغبة موجودة لنادي القاسم. فريق يريد الابتعاد، يريد أن يبقى لموسم قادم. لاحظ هنا الإعادة والخطأ على علاء محيسن بهذه الطريقة، لعب خطر على علاء محيسن بمشاركة غيث معروفي. أي أن نادي القاسم فاز على أربيل على هذا الملعب 2-1، وعلى نفط البصرة 3-0 بقرار من الاتحاد، وخسر من نفط ميسان 0-3، تعادل مع الكرخ بدون أهداف، وخسر من دهوك 1-3،
فاز على أمانة بغداد 2-0 وتعادل مع نفط الوسط 2-2. هذه مباريات نادي القاسم على ملعب الكوت، وهذا جمهور القوة الجوي. وأيضا هناك حضور لجماهير نادي القاسم، مجانين الصقور وأولتراس الصقور. حارث حاتم سبق واللعب طبعا لنوروز والطلبة. الحارث حاتم إن شاء الله بالسلامة لعلاء محيسن، لكل اللاعبين القوة الجوية. ثاني الترتيب، فاز في 23 مباراة، تعادل في 9، خسر في 4، مسجل 64، عليه 29 هدف. بينما نادي القاسم فاز في 8 وتعادل في 12 وخسر في 16، مسجل 40 هدف وعليه 51 هدف. نادي القاسم مباراته الأخيرة ستكون أمام نادي كربلاء. يعني الجولات الأخيرة هناك صراع في المراكز الأخيرة. يعني في هذه الجولة مباراة نفط البصرة والكرخ، أيضا مباراة صراع المراكز الأخيرة. لدينا مباراة أربيل أيضا وكربلاء، صراع المراكز الأخيرة. في الجولة الأخيرة أيضا صراع ما بين هذه الفرق، وأهمها مباراة نادي القاسم وكربلاء. يعني هناك صراع في المراكز الأخيرة وصراع على مراكز المقدمة. كرة عادت لعلي جاسم، همام لاعب الدوري السابق، هو عائد من الدوري القطري، من معيدر القطري، عائد إلى القوة الجوية. كرة من جهة اليسار، حيدر ماجد يلعب كرة أمامية، الحارث من أمامته بعد الحارث، عادت أوديني جورج، محاولة تبقى قائمة لنادي القاسم. حارث حاتم يحاول يمر، لاعب يمتلك المهارة الحارث حاتم على جهة اليسار، ينقل كرة أمامية لسيف رشيد. سيف، كرة خاطئة سيف رشيد، عادت لأوديني جورج للوسط، مرتضى أوديني من جديد، حيدر ماجد، كرة يتناقل لاعبي نادي القاسم في منتصف الملعب، ضغط من أيمن حسين، خطأ على أيمن، ركلة حرة لصالح نادي القاسم. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي القاسم. لاحظ في جدول الترتيب يعني الفرق اللي لا زالت ليست مؤمنة على بقائها هي أربيل 37 نقطة، كربلاء 36، الكرخ 36، نادي القاسم 33، نفط البصرة 31. هذه الفرق يعني ممكن أربيل في هذه الجولة إذا ما فاز على كربلاء يضمن البقاء، وكربلاء يبقى. الكرخ إذا ما فاز على نفط البصرة أيضا تقريبا يضمن البقاء. إبراهيم داخل منطقة الجزاء، همام عملية تحضير بشكل ممتاز من همام، عادت لإبراهيم بايش جهة اليسار، إبراهيم داخل منطقة الجزاء، رأسية أيمن مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى لصالح نادي القاسم. هذا أيمن حسين، أيمن حسين. يعني نادي القاسم راح يكون فريق صعب على القوة الجوية، لأن نادي القاسم في آخر 5 جولات لم يخسر. نادي القاسم في آخر 5 جولات لم يخسر منذ خسارته أمام الشرطة 0-2، بعد ذلك فاز على الحدود وعلى أمانة بغداد ونفط البصرة، وتعادل مع نفط الوسط والطلبة. لذلك في آخر 5 جولات نادي القاسم لم يخسر، لذلك راح يكون فريق صعب على القوة الجوية، منافس شرس للقوة الجوية في هذا اللقاء. عملية الهجوم، مصطفى سعدون يحاول يمر جهة يمين القوة الجوية، عائدة قوة جوية يحاول إيجاد المساحات أمام منطقة الجزاء لنادي القاسم للوصول إلى هدف مبكر في هذا اللقاء. عملية تمرير، همام عن طريق الجانب الأيمن يحاول يعكس كرة لكن تصطد بلاعبي نادي القاسم. تستمر المحاولة مع تراجع لأوديني جورج. حاكم المباراة الدولي يوسف سعيد يشير لاستمرارية اللعب. حمود مشعان، محمد حميد لم يختبر لغاية الآن لم يختبر محمد حميد حارس المرمى القوة الجوي. كرة النقل عن طريق الوسط، قوة جوية، سعد ناطق، سعد عبد الأمير، محاولة قريبة لإبراهيم لكن بعيدة عن إبراهيم بايش، طالت على إبراهيم بايش، وصلت لحارس المرمى علي جاسم. حارس المرمى لنادي القاسم أيمن الحكيم، سبق وأن درب في الدوري السوري، في الدوري الإماراتي، يعني عنده تجربة كبيرة هذا المدرب أيمن الحكيم، وسبق وأيضا عمل في العراق أيمن الحكيم مع نادي دهوك. لكن يبقى
المدرب الأبرز من سوريا الشقيقة طبعا، المدرب الأبرز هو نزار محروس، لأن عنده لقب في الدوري العراقي مع أربيل. مدرب نادي نوروز الحالي نزار محروس. لاحظ هنا الإعادة وإبراهيم عملية الدفع على حسين محسن، خطأ لصالح نادي القاسم، وصلت لمحمد حميد. محمد حميد حارس المرمى للقوة الجوية بالمباشر إلى غيث معروفي، عيدها لسعد. محمد حميد، حمود مشعان، قريب منا سعد عبد الأمير. شرطة القوة الجوية الزوراء في الدوري العراقي، تجربة ناجحة كانت لسعد عبد الأمير في الدوري السعودي مع نادي الشباب والأهلي. هذا مصطفى وليد أثبت وجوده بشكل ممتاز في تشكيلة نادي القوة الجوية بشكل أساسي، مصطفى وليد. وهذا أيمن حسين. هناك أحاديث أنه أيمن حسين قد يعود إلى الدوري القطري من جديد داخل منطقة الجزاء. نادي القوة الجوية عملية الدوران بشكل رائع عن طريق اللاعب إبراهيم بايش، خطيرة خطيرة لنادي القاسم، وضاعت على القوة الجوية. ضاعت من همام. لاحظ العمل الكبير لإبراهيم بايش بعد المرور الناجح، وأيمن حسين أيضا كان قريب لهذه الكرة، لكن همام طارق أضاعها بشكل غريب. لاحظ الإعادة، لاحظ التحضير من إبراهيم، مر بشكل رائع من أمام كرار فالح، لكن تدخل للمدافع دينيس تشامبيزي هو اللي أنقذ مرمى فريق نادي القاسم من هدف كان قريب وعن طريق همام طارق. بعد ذلك جاءت التغطية عن طريق الحارس علي جاسم. لاحظ الإعادة، همام حاول أن يضعها في المرمى، ولكن دينيس تشامبيزي لاعب من مالاوي ينقذ مرمى فريق نادي القاسم من هدف للقوة الجوية. هدف للقوة الجوية. توجيهات رزاق فرحان. إن شاء الله بالسلامة لسعد. ناطق رزاق فرحان سبق وأن درب طبعا أندية الكرخ ونفط ميسان، مدرب القوة الجوية. هو عمل مساعد أيضا مع أيوب أوديشو هذا الموسم، لكن الآن استلم المهمة بعد إقالة المدرب أيوب أوديشو. هو استلم المهمة بدلا من أيوب أوديشو وحقق نتائج جيدة. رزاق فرحان نجمنا الدولي السابق. إذن عودة إلى الفار حول اللقطة الماضية. ننتظر يوسف سعيد، هل يجعل جمهور القوة الجوية سعيد إذا ما اتخذ قرار بوجود ركلة جزاء؟ لكن ننتظر القرار. هل هناك ركلة جزاء؟ إبراهيم بايش والعتب على همام. إبراهيم بايش، لاحظ هنا الإعادة وهنا التدخل اللي كان عن طريق اللاعب دينيس تشامبيزي مع أيمن حسين. والعودة إلى تقنية الفار وحكام الفار. استدعاء الحكم الدولي يوسف سعيد للتأكد بنفسه حول هذه اللقطة. دينيس تشامبيزي، ننتظر القرار. يبقى القرار أولا وأخيرا لحكم المباراة الدولي يوسف سعيد. هل ارتكب الخطأ تشامبيزي؟ هل ارتكب الخطأ دينيس تشامبيزي؟ هل ارتكب الخطأ أو لا وجود للخطأ؟ يبقى القرار مع حكم المباراة. مباريات صعبة طبعا على القوة الجوية، على الشرطة، على نادي القاسم. ثلاث مباريات افتتاح لهذه الجولة، وننتظر القرار. هل سيذهب لركلة جزاء؟ لا وجود لركلة جزاء.
القرار لا وجود لركلة جزاء، لا وجود للاحتكاك، لا وجود للدعس على أيمن، وبطاقة حمراء، بطاقة حمراء على المدير الإداري لفريق نادي القاسم. هل هي على مساعد المدرب أيمن الحكيم؟ أول بطاقة في هذا اللقاء، والبطاقة خارج أرضية الملعب، البطاقة خارج أرضية الملعب. لاحظ الإعادة واللقطة الماضية والتدخل من دينيس شامبيسي، وعلى أثر حكم المباراة عاد إلى الفار ولم يحتسب الخطأ. هنا التسديد من مسافة بعيدة وصلت بأحضان حارس المرمى محمد حميد. حارس حاتم الواضح أمامنا في الصورة، عادت إبراهيم بايش للوسط إلى سعد، جهة اليسار همام، قوة جوية، يريد أن يصل إلى هدف تقدم، يريد أن يصل إلى انتصار، بانتظار مباراة الشرطة ودهوك. مرت على أيمن حسين، اعتقد ركلة مرمى في افتتاح مباريات هذه الجولة. 3 مباريات تقام بنفس التوقيت الآن. نادي القاسم القوة الجوية التعادل بدون أهداف، الشرطة دهوك أيضا بدون أهداف، النفط والزوراء بدون أهداف. ولدينا مبارتين راح تكون الساعة 7:30 طبعا، لقاء نفط الوسط مع أمانة بغداد، ولقاء زاخو والحدود في اليوم الأول لهذه الجولة، اليوم الأول في هذه الجولة. لاحظ تسديدة الحارس حاتم اللي استقرت بأحضان حارس المرمى لنادي القوة الجوية محمد حميد. قطع من أوديني جورج، الحارس حاتم، الحارس إلى علاء حسن، خطأ لصالح نادي القاسم، خطأ لصالح نادي القاسم. ركلة حرة مباشرة لصالح نادي القاسم يستدعي من خلالها حكم اللقاء الدولي يوسف سعيد، الكادر الطبي لنادي القوة الجوية ولنادي القاسم. لاحظ هنا الإعادة والتدخل من غيث معروفي على علاء محسن مهاجم فريق نادي القاسم. إن شاء الله بالسلامة لعلاء حسن. لاحظ صيحات جماهير القوة الجوية، ستكون سعيدة بانتصار الصقور، وستكون السعادة أكبر إذا ما جاءت نتيجة في صالح القوة الجوية. هناك خبر سعيد من ملعب الشعب الدولي بأن الشرطة ممكن أن يتعادل أو يخسر أمام دهوك. هذا علاء محيسن 5 أهداف مع نادي القاسم خلال هذا الموسم، 5 أهداف لعلاء محيسن. هو سجل في مرمى الزوراء وزاخو والطلبة وأربيل والنفط. علاء محيسن، سعد ناطق، هنا اللقطة الماضية والدخول من غيث على علاء محيسن. هو طبعا مسجل بالنتيجة الكبيرة الموسم الماضي على حساب القوة الجوية، 4-3. سامر محسن هدف، وعلاء محيسن هدف، وعلي شوقي خطأ من المدافع. 4-3 فوز الوحيد والتاريخي لنادي القاسم على حساب القوة الجوية، 4-3 الموسم الماضي. كرة تعود جهة اليسار أقرب لمصطفى وليد. ما شاهدنا اليوم مصطفى وليد وطلعاته الهجومية عن طريق الجانب الأيسر، ما شاهدنا الطلعات الهجومية لمصطفى وليد عن طريق الجانب الأيسر. دائما ما يتقدم ليسجل، ودائما ما يمول المهاجمين بالكرات العكسية.
لذلك اليوم ما شاهدنا طلعات الهجومية مصطفى وليد. كرة عادت لدفاعات القوة الجوية. نقترب من النصف ساعة الأولى من خلال هذا اللقاء، والتعادل يستمر بدون أهداف. يستمر بدون أهداف ما بين القوة الجوية ونادي القاسم. علي جاسم، إياك واللعب بالنار أمام أيمن حسين. علي جاسم حارس المرمى لنادي القاسم. هنا سعد ناطق، كرة عالية من حارس نادي القاسم. علي جاسم تمر بعيدة من أمام غيث معروفي إلى خارج الملعب بركلة مرمى لصالح نادي القاسم. مباراة لغاية الآن دون الوسط. الأداء لم يرتقي إلى المستوى المطلوب لكلا الفريقين، للقوة الجوية وأيضا لنادي القاسم. كان المنتظر أنه نشاهد مباراة مفتوحة للفريقين، القوة الجوية مطالب بالفوز ونادي القاسم مطالب بالفوز. لذلك لحد الآن محاولات قليلة على مرمى الفريقين. هنا التدخل والخطأ والرمية الجانبية لصالح نادي القوة الجوية. دينيس شامبيزي اللاعب الأفريقي من جمهورية مالاوي. هجوم الآن إبراهيم داخل منطقة الجزاء. حسين محسن مع أيمن حسين. حكم المباراة تشير الاستمرار. هذا مصطفى وليد. مصطفى وليد يحاول يمر قريب من حسين محسن. مصطفى يحاول يمر بالمهارة، إن شاء الله بالسلامة لأيمن داخل منطقة الجزاء. مصطفى وليد، مصطفى لا زال يمتلك الكرة. مصطفى وليد يحاول يمر لكن حسين محسن قطع من أمام مصطفى وليد. المحاولة تستمر وقريب الخط الجانبي يستخلص الكرة سيف رشيد، لكن هنا حكم المباراة كان المفروض مصطفى وليد يبعد الكرة إلى خارج الملعب، لأن سلامة اللاعب أولا يعني قبل النتيجة. كان المفترض أن مصطفى وليد يبعد الكرة إلى خارج الملعب، لكن ما أبعد الكرة. هو شاهد زميله مصاب وساقط على أرضية الملعب، لكن استمر مصطفى وليد بالهجمة بالنسبة لفريق نادي القوة الجوي. لاحظ هنا الإعادة وأيضا تأكد من حكام الفار حول هذه اللقطة، لكن أعتقد إن شاء الله بالسلامة لأيمن. نطمح أن نشاهد أداء أفضل من الأداء اللي نشاهده الآن ما بين القوة الجوية ونادي القاسم. يعني نادي القاسم يقدم كرة قدم جميلة، والقوة الجوية بتاريخها والعراقة ونجومه الموجودين ممكن يقدم لنا كرة قدم جميلة من خلال هذا اللقاء. كرة النقل الوسط، يوسف فوزي يلعب كرة الأمام، عادت من دفاعات نادي القاسم من جديد. إبراهيم إلى مصطفى وليد إلى همام طارق، همام إلى مصطفى وليد جهة اليسار. القوة الجوية لكن تدخل بشكل ممتاز عن طريق أوديني. محاولة لمصلحة فريق نادي القاسم، عملية تسديد من إبراهيم اصطدت لتعود إلى ميسوكي الغاني. ميسوكي يعيدها لحسين محسن، ينقل الكرة أمام حسين محسن لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوي. وعتب حسين محسن على زملاء اللاعبين. لعب للقوة الجوية ولنادي الديوانية طبعا حسين محسن. أيمن الحكيم هو جاء خلفا لعلي عبد الجبار مدرب نفط ميسان الحالي. هذا سيف رشيد مهاجم نادي القاسم، تنفذ الرمية الجانبية، عادت لسعد ناطق، محمود مشعان، محمد حميد حارس المرمى للصقور يلعب كرة عالية الأمام. سود سورة أمام الصقور في هذا اللقاء المهم لكلا الفريقين. حسين محسن، ميسوكي، وحكم المباراة يوقف اللعب. بين الحين والآخر نشاهد سقوط لاعب، لذلك كثيرا ما شاهدنا صافرة حكم المباراة الدولي يوسف سعيد. من خلال 35 دقيقة بين الحين والآخر تنطلق الصافرة من حكم المباراة يوسف سعيد لسقوط لاعب أو لحالة ما، لذلك دائما كثرة الصافرة تفسد
أجواء المباراة. وهنا عوائلنا الكريمة الحاضرة المتواجدة في ملعب الكوت الأولمبي، اللي أغلب الأندية من خلال بداية المشوار لدوري نجوم العراق كان استخدمت هذا الملعب، ومنها نادي القوة الجوية، وأيضا نادي القاسم، نادي كربلاء، ونادي الحدود، وأيضا نادي الكرخ. يعني أندية عديدة، نفط ميسان أيضا لعب على هذا الملعب، أندية عديدة من خلال بداية هذا الموسم، لأن كانت هناك صيانة في ملعب المدينة وملعب الشعب وملعب كربلاء الدولي وملعب ميسان أيضا الدولي. يعني عدة ملاعب كانت تحت الصيانة، لذلك أغلب الأندية في بداية الدوري يعني تقريبا 5 إلى 6 أندية اتخذت من ملعب الكوت ملعب افتراضي له. همام كابتن فريق نادي القوة الجوية، يعني من ضمن الفرق اللي اتخذت هذا الملعب الفريقين اللي أمامنا، قوة الجوية ونادي القاسم. قوة الجوية لعب 6 مباريات على هذا الملعب، ونادي القاسم 7 مباريات. يعني هذه السابعة للقوة الجوية على ملعب الكوت، والثامنة لفريق نادي القاسم. المحاولة عن طريق مصطفى سعدون تمر إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح نادي القاسم. هذا مصطفى سعدون عنده هدفين مع القوة الجوية، سجل على النجف وسجل على النفط. هنا رزاق فرحان مدرب القوة الجوية، جهة اليسار حيدر ماجد، عالية من حيدر ماجد تعود أقرب لسعد ناطق قلب الدفاع لفريق نادي القوة الجوية. سعد، كرة حائرة في منتصف الملعب ما بين لاعبي القوة الجوية ولاعبي نادي القاسم، يفتك الكرة للحارث إلى سيف رشيد، مر سيف وهنا خطأ، عرقلة واضحة، ركلة حرة لصالح نادي القاسم، ركلة حرة إن شاء الله بالسلامة لسعد ناطق. لا زالت جماهير الفريقين تؤازر حتى هذه اللحظات. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية لنادي القوة الجوية. علاء محيس، مرت إلى رمية جانبية. ميسوكي هو الهداف الغاني، هو الهداف لنادي القاسم ب6 أهداف. ميسوكي جيان، محاولة مصطفى، لكن تدخل من كرار فالح. كرار فالح موسى تنقل الوسط الآن لمصلحة فريق نادي القاسم، عملية الإبعاد أقرب لحمود مشعان لبايش، يلعب كرة لجهة اليسار أقرب لمصطفى وليد، حاول يحتز كرة مصطفى يتعثر يخطئ في عملية تمرير، قطع من حمود مشعان، خطأ لمصلحة ميسو كجيان، ينفذ الخطأ. الهجوم الآن سيف رشيد، هل يفعلها نادي القاسم ويصل إلى مرمى القوة الجوية؟ قطع من سعد ناطق، تبعد إلى خارج الملعب لركلة ركنية. خارج الملعب لركلة ركنية لصالح نادي القاسم، هي الركنية الأولى لنادي القاسم على مرمى القوة الجوية، على القائم الأيسر لمرمى القوة الجوية. ميسوكي جيان، ركلة ركنية الغاني. نادي القاسم داخل منطقة الجزاء، ممكن الآن كرار المتقدم داخل منطقة جزاء القوة. أوه تعامل غريب من كرار فالح بهذه الطريقة، يطيح بالكرة بعيدة عن مرمى القوة الجوية. كرار فالح قلب الدفاع لنادي القاسم، بعيدة مرت إلى الخارج. ركلة مرمى لصالح نادي القوة الجوية، ركلة مرمى لصالح نادي القوة الجوية. لاحظ الإعادة، هو حضر بهذه الطريقة، سدد في المرة الأولى، صدت بيوسف فوزي، عادت لكرار، لكن كرار لم يتعامل مع هذه الكرة بشكل جيد وأضاع على فريقه فرصة كان ممكن أن يزور شباك القوة الجوية. حارس علي جاسم، وممكن نشاهد مشاركة علي جاسم الصقور. ونادي القاسم سيف رشيد كان ممكن، غير متسلل سيف رشيد لم يستغل هذه المحاولة، وخروج موفق لحارس المرمى محمد حميد يمنع محاولة سيف رشيد.
جهة اليسار إبراهيم بايش إلى همام، همام لإبراهيم بايش للوسط أقرب لسعد عبد الأمير، أيمن غير لعب لمصطفى وليد مع تقدم غيث معروفي داخل منطقة الجزاء لمرمى نادي القاسم، يدافع ب5 لاعبين داخل منطقة الجزاء نادي القاسم. هنا خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. غيث معروفي يتلقى بطاقة صفراء على غيث معروفي مدافع يمين القوة الجوية، بطاقة صفراء على غيث معروفي مدافع اليمين لفريق نادي القوة الجوية اللاعب التونسي. كرة تعود قوة جوية مصطفى سعدون لغيث، دوره يعيد لمحمد حميد. ما شاهدنا اللقطة الماضية، ما شاهدنا الانفراد لسيف رشيد اللي كان بمواجهة محمد حميد، لكن محمد حميد يبعد الكرة بشكل جيد وفي اللحظة الأخيرة من أمام سيف رشيد. هذا مصطفى سعدون بينما ظاهر أمامنا مصطفى وليد. لاحظ هنا الدخول بهذه الطريقة على أثرها غيث معروف يتلقى بطاقة صفراء بعد العرقلة الواضحة على اللاعب الحارث حاتم. كرة عالية في المنتصف، قوة جوية سعد للوسط مصطفى، تغيير اللعب قوة جوية للمنتصف يوسف فوزي، يوسف هدف على الطلبة، يوسف فوزي. كرة تعود لمصلحة فريق القوة الجوية، عادت لصالح نادي القاسم. ميسوك الغاني يحاول يمر، الغاني يمرر لكن قطع جيد من سعد ناطق. لو مرت على سعد لشكلت خطورة على مرمى القوة الجوية. هذا مصطفى عملية تغيير الأمام أيمن، عملية تحضير لبايش لأيمن، ممكن يسدد بالمباشر أيمن، ينقل لمصطفى سعدون داخل منطقة جزاء نادي القاسم. مصطفى ممكن الآن قوة جوية، هل يصل إلى مرمى نادي القاسم؟ ومرت ووصلت لعلي جاسم حارس المرمى لنادي القاسم. أيمن كان ينتظر الكرة، ينتظر الكرة. لاحظ هنا الإعادة والمحاولة اللي كانت عن طريق مصطفى سعدون، لكن وضعها بشكل غريب. ولاحظ هذه اللقطة والانفراد اللي كان عن طريق اللاعب سيف رشيد، لكن كان متأخر قليلا سيف رشيد وأضاع على فريقه هذه الفرصة. هجوم الآن القوة الجوية، ممكن أيمن، وصلت للحارس علي جاسم، وصلت للحارس علي جاسم. محمود مشعان، كرة عالية للأمام، الحارث أقرب لعلاء حسن. هنا خطأ لمصلحة نادي القاسم، ركلة حرة لنادي القاسم، ركلة حرة لنادي القاسم. نادي القاسم أمام العميد، عميد الأندية العراقية نادي القوة الجوية صاحب التأسيس القديم، أمام أحد الفرق الحديثة على دورينا نادي القاسم في رابع موسم لهذا الفريق. طبعا هو تأهل في موسم 2019-2020 لكن توقف الدوري بسبب جائحة كورونا، لذلك ألغي الدوري. ولكن بدايته الفعلية نادي القاسم موسم 2021 22 23 والآن 23 24 ويطمح أن يتواجد في موسم 24 25 نادي القاسم. سودي سورة، سعد عبد الأمير، عادت لدفاعات نادي القوة الجوية، أداء غير مقنع تماما للصقور ولنادي القاسم، لكن نادي القاسم فارق كبير ما بين الفريقين. عملية الهجوم لكن نادي القاسم يقف ند أمام نادي القوة الجوية. مرت أعتقد ركنية أو ركلة مرمى. لاحظ دائما أيمن يطلب الكرات وتمويل أيمن حسين بالكرات العكسية والعرضية، لكن المساندة الهجومية لأيمن بعيدة تماما من خلال الشوط الأول لهذا اللقاء، وعلى بعد دقيقة واحدة متبقية على الوقت اللي يضيفه حكم اللقاء الدولي يوسف سعيد. ورزاق فرحان في حيرة من أمره. طبعا رزاق فرحان من خلال الشوط الأول أعتقد هو غير مقتنع تماما بأداء الصقور من خلال هذا الشوط، لكن ننتظر الشوط الثاني.
مرت من امام ميسوكي الى خارج الملعب، رميه جانبيه لمصلحه نادي القوه الجويه. مصطفى وليد لحمود مشعان لسعد ناطق، سعد يحاول يغير اللعب لغيث لكن يعود من جديد الى حمود مشعان. سعد عبد الامير، سعد لمصطفى وليد، بينه وبين ميسوكي لا وجود لخط، يفتك الكره من مصطفى ميسوكي ومرت وابعاد من حمود مشعان الى رميه جانب، الى رميه جانبيه. علاء محيس من امام علاء، هذا همام لاحظ هنا الإعادة واللقطة الماضية. رمية جانبية لصالح نادي القاسم داخل منطقة الجزاء. مصطفى وليد، 45 دقيقة انتهت، ننتظر الوقت اللي يضيفه حكم اللقاء الدولي يوسف سعيد. 7 دقائق، 7 دقائق وقت محتسب بدل ضاع للشوط الأول من لقاء القوة الجوية ونادي القاسم في افتتاح الجولة 37 في 3 مباريات تقام بنفس التوقيت، الشرطة ودهوك بالإضافة إلى النفط والزوراء. عملية الهجوم الآن بعد المباراتين راح تكون هناك مباراة ما بين النفط الوسط وأمانة بغداد وزاخو أيضا، والحدود ستكون أيضا من خلال هذه الجولة 5 مباريات اليوم و5 مباريات راح تكون يوم غد. كرة من جهة اليمين لصالح نادي القوة الجوية عن طريق مصطفى قريب من علم الزاوية لمرمى نادي القاسم، تمر إلى خارج الملعب. لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة البعيدة. رمية جانبية من الجهة البعيدة. محاولة في المنتصف، الحارس حيدر ماجد إلى مرتضى قصاد لاعب الوسط، لاعب الارتكاز مصطفى قصاد، مر وتبعد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القاسم من الجهة البعيدة. هذا هو مصطفى سعدون. هنا خطأ لصالح نادي القاسم، علاء محيس. جمهور على المدرج، وأجمل ما في الشوط الأول بعيدا عن أداء الفريقين وبعيدا عن كثرة الصافرة لحكم المباراة الدولي يوسف سعيد هو الجمهور الحاضر على المدرجات في ملعب الكوت الأولمبي، سواء كان جماهير نادي القوة الجوية أو جماهير نادي القاسم. أجمل ما شاهدناه في الشوط الأول، رأسية سيف رشيد تمر إلى خارج الملعب. 4 أهداف لهذا اللاعب الواضح أمامنا في الصورة على الكرخ والكهرباء وبغداد ونفط الوسط. 4 أهداف لسيف رشيد، هذا كرار فالح أضاع فرصة لفريق نادي القاسم على مرمى القوة الجوية. محمد حميد، ننتظر كل شيء جديد في هذا اللقاء واللحظات الأخيرة للشوط الأول والوقت المحتسب بدل ضاع. هل تذهب نتيجة الشوط الأول إلى التعادل السلبي؟ وننتظر الشوط الثاني، ننتظر الشوط الثاني على أمل أن يتغير الأداء للفريقين. رمية جانبية، هذا ميسوكي، أوديني جورج نيجيري داخل منطقة الجزاء. محاولة نادي القاسم ممكن يستغلها في لقطة قريبة لمنطقة جزاء نادي القوة الجوية، لكن كل لاعبي نادي القوة الجوية متراجعين، فقط أيمن في خط الهجوم اللي يحصل على خطأ أيمن حسين مع وجود ركلة حرة مباشرة لصالح نادي القوة الجوية من منتصف الملعب. لاحظ الإعادة وواضح السحب من كرار فالح على أيمن حسين. ركلة حرة للقوة الجوية، تنفذ ركلة الحرة. إبراهيم بايش يحاول يمر بينه وبين أوديني. إبراهيم قريب من حسين محسن، ينقلها بالمباشر لمصطفى وليد، خطيرة ممكن الآن، وأيمن حسين لكن قطع ممتاز عن طريق الحارس. خروج موفق للحارس. عملية الإبعاد من علي جاسم، هذا همام داخل منطقة الجزاء، خطيرة للقوة الجوية
وتصل للحارس علي جاسم، تصل للحارس علي جاسم. تمريرة همام لمصطفى وحمادي الهداف الكبير مع القوة الجوية، واحد من هدافي دورينا، عضو إدارة نادي القوة الجوية ومشرف فريق القوة الجوية حمادي أحمد. أكثر من لقب حمادي أحمد مع القوة الجوية على مستوى الدوري العراقي، على مستوى بطولة الكأس، وعلى مستوى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. إذن بطاقة صفراء. نصل إلى الدقيقة 50. يوسف فوزي يتلقى بطاقة صفراء. اللاعب القادم من الكرخ يوسف فوزي. ركلة حرة مباشرة. هنا الإعادة في اللقطة الماضية مع وجود خطأ وركلة حرة. ميسوكي إن شاء الله بالسلامة للغاني. ميسوكي لاعب نادي القاسم. علاء حسن مهاجم فريق نادي القاسم مع سيف رشيد. ركلة حرة مباشرة من منتصف ملعب نادي القوة الجوية، تنقل للأمام قريبة. ممكن أن نشهد الدقيقة الأخيرة من الدقائق السبعة اللي أضافها حكم المباراة، هدف ممكن للقاسم أو هدف للقوة الجوية. كرة النقل للوسط بشكل خاطئ من قبل لاعبي فريق القوة الجوية. عادت للوسط. ميسوكي حاول يمر. ميسوكي جيان أمام 3 لاعبين لفريق نادي القوة الجوية، يخسرها ميسوكي. سيف رشيد وعلاء يحاول التمرير، قطعت من أمام علاء. عادت لكرار فالح. غيث معروف، أمامية من غيث، أقرب لأوديني جورج، هذا دينيس شامبيزي. سين محسن. سين من الشوط الأول أغلب اللعب محصور في المنتصف ما بين لاعبي القوة الجوية ونادي القاسم، وأغلب الكرات مقطوعة. خطأ في التمرير، خطأ في التحضير، عدم وجود فاعلية هجومية للفريقين بشكل جيد. لذلك شوط أول دون الوسط ما بين نادي القاسم ونادي القوة الجوية. لكن ننتظر الشوط الثاني. لاحظ هذه التمريرة اللي كان يطالب من خلالها القوة الجوية بوجود دفع على مصطفى سعدون. يعني اللقطة واضحة، لا وجود لشيء. اللقطة كانت طبيعية جدا ولا وجود لخطأ، وقرار سليم من حكم مباراة الدولي يوسف سعيد. حارس المرمى علي جاسم، حارس المرمى لنادي القاسم. إذن في هذه الأثناء أحبتي مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، حكم اللقاء الدولي يوسف سعيد يطلق الصافرة النهائية الكاملة للقاء نادي القاسم بضيفه فريق نادي القوة الجوية. الشوط الأول ينتهي على وقع التعادل السلبي بدون أهداف ما بين الفريقين في شوط دون الوسط، لكن الأمنيات نشاهد شوط ثاني مختلف وأداء أفضل من كلا الفريقين في هذا اللقاء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء. وعلي صالح هنا المحاولة تبقى قائمة لمصلحة فريق نادي أمانة بغداد. ميلاد مر، ميلاد سدد، ميلاد وهدف لمصلحة فريق أمانة بغداد. هدف لأمانة بغداد. أرنست تيري يسجل أول أهداف المباراة وثالث أهدافه مع أمانة بغداد خلال هذا الموسم. هذا وسام طالب هو اللي أعاد الفريق إلى دوري الكبار، ولكن الرياح لم تأتي بما يشتهيه وسام طالب للوصول فريق أمانة بغداد إلى ما كان يتمناه وسام طالب. لذلك النتائج لم تكن ملبية للطموح، واستعانوا بخدمات عباس عبيد، لكن أيضا مع عباس عبيد جاءت النتائج السلبية لفريق أمانة بغداد. لاحظ مر
ميلاد فلاح وميلاد هدف أول في هذا اللقاء. الآن من خلال هذه المباراة نشهد ميلاد هدف أول ولصالح أمانة بغداد. لاحظ تمريرة ميلاد ولا وجود لمدافع وحارس مرمى فريق نادي كربلاء، يضعها بكل هدوء اللاعب الكاميروني أرنستيري ليسجل أول أهداف المباراة. أمانة بغداد بوجود خطأ على جويل تشوف، رمية جانبية صلاح حسن. بدأ الآن نادي كربلاء يحقق أفضلية على حساب أمانة بغداد. مصطفى قريبا لمنطقة الجزاء، ممكن عملية تسديد وبن عريف يسجل هدف التعادل. هدف تعادل لكربلاء. الله على اللقطة الجميلة، الله على السحر الموجود للاعبي كربلاء في هذه اللقطة، وبشكل جميل يضعها اللاعب المغربي كريم بن عريف ليسجل هدف تعادل أمام فرحة جماهير كربلاء الموجودة على مدرجات ملعب السليمانية. هدف جميل، لكن العمل الكبير لحسين طالب، العمل الكبير كان لحسين طالب. لاحظ الإعادة، تمريرة مصطفى راضي، ولاحظ اللمسة اللي كانت عن طريق حسين طالب، ولم يكذب خبر اللاعب المغربي كريم بن عريف ليضعها على يمين حارس المرمى حسن عباس ليسجل هدف التعادل. هدف تعادل لكربلاء. هدف جميل. لاحظ اللقطة بدأت من مصطفى راضي وحسين طالب، وبعد ذلك بالمباشر كريم بن عريف يضعها على يمين حارس المرمى لأمانة بغداد حسن فلورنت. محمد خالد أمامية، كرار، علي بري، عملية التمرير، جاسم محمد، مر بالمهارة جاسم داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى كربلاء. جويل تشوف مرت من أمام جويل، المحاولة وثاني الأهداف. هدف ثاني رضا فاضل يسجل في مرمى كربلاء بعدما سجل في المرحلة الأولى لكربلاء في مرمى أمانة بغداد. يأتي من خلال هذا اللقاء ويسجل ثاني الأهداف في مرمى فريق السابق كربلاء في هذه اللحظات. هدف ثاني لرضا فاضل لأمانة بغداد على حساب كربلاء. 2 أمانة بغداد 1 كربلاء. 2 أمانة بغداد 1 كربلاء. إذا رضا فاضل بعد ما سجل الهدف الوحيد لكربلاء، والمباراة اللي خسرها كربلاء 3-1 أمام أمانة بغداد، وهذه المرة في هذه المباراة رضا فاضل يسجل ثاني الأهداف لأمانة بغداد في مرمى كربلاء. لاحظ الإعادة والرأسية لرضا فاضل يسكنها في شباك مرمى كربلاء، وثاني الأهداف لأمانة بغداد. 2 أمانة بغداد، هدف لكربلاء. هذه النتيجة تعطي الأمل لأمانة بغداد. يتمسك بالأمل على نادي نفط ميسان في الموسم الماضي، لكن بهذا الموسم حقق نتائج إيجابية وتسديدة جول جعفر ناصر، ونفط ميسان يسجلون أول أهداف المباراة. نعم وانتظروا كثيرا، وهنا التمريرة من علاء سعد من البديل إلى البديل، وأكرم رحيم الجميل يسجل أول أهداف المباراة، يصالح جماهير ميسان بهدف أول من هذا الفنان أكرم رحيم، يسجل أول أهداف المباراة. اللاعب البديل، اللاعب الخبرة من البديل إلى البديل. خليفة تعود من أحمد عبد الرزاق، يلعبها بالعارضة، ممكن جول الكناري، يغرد الكناري بعد التقدم لنادي نفط ميسان. أحمد عبد الرزاق بالعارضة، وكايو أسكنها الشباك. كايو عدل نتيجة المباراة لتصبح هدف لنادي نفط ميسان وهدف لنادي الكرخ عن طريق المدافع كايو. والهدف الشخصي الثاني لهذا اللاعب تألق، نعم الحارس بهذا الطيران، ارتدت الكرة بالعارضة ومن ثم عادت لكايو وسجلت. عالية الكرة داخل منطقة الجزاء، هدف أول سيف الدين ظاهر لنادي القاسم.
لاحظ الكرة كانت من ميسوكي من الدفاع، وسيف يسجل هدف الأول لنادي القاسم. التقدم لنادي القاسم بهدف أول على الطلبة، على الأنيق. فرحة العقيد، هذا العقيد هداف الطلبة لغاية الآن. عالية الكرة خطيرة، الإبعاد من الدفاعات. الله، محمد جواد بدبل كيك بطريقة علاء كاظم. لاحظ 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 بدبل كيك، واحد من أجمل أهداف دورينا. الله، لمحمد جواد، هدف أنيق للأنيق بأناقة وبجمالية، ووقفت أحمد شاكر. واحد من أجمل أهداف دورينا هذا الموسم، عالمي هذا الهدف لمحمد جواد. مرة إلى البرازيلي كلاوديو ليدلاور. خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، خطيرة الكرة، جول! نوروز 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 توميو، ابراهيم توميو يصل الى هدف ال17، هدف الاول في مرمى الزوراء. توميو النيجيري، عصام حمد ونظرة، جلال حسن وعتب. يتكلم معه توميو النيجيري بهدف اول لنوروز. هذا جول جيجوانا، جول جيجوانا. هدف جميل، هدف جميل. الرأسية ومرت على جلال، مرت على جلال حسن. نوروز يسجل برأسية هائلة وقوية. شوف، من النيجيري، هاي مو رأسية، قوية جدا في شباك الزوراء عن طريق توميو. هذا اللقاء لحساب هذه الجولة. كل التوفيق لكلا الفريقين. دهوك صاحب المركز السادس ب56 نقطة، بينما هنا الميناء بكرة خطيرة. هذه الكرة اياد لم يكن متسللا، وشوكان لم يتدخل بالكرة الماضية، وبالتالي يعني كرار كان من الأولى، كان من الأولى، لم يكن متسللا عندما انطلق مع محمد شوكان، وبالتالي يأتي اياد ويسجل أول أهداف في المباراة. متبقية مع هذه الجولة كرة رأسية خطيرة، جول! هدف التعادل، هدف التعادل لزاكري. زاكري لصقور الجبال، لصقور الجبال، سجل ويأتي بهدف التعديل لدهوك الآن في الدقيقة 26. زاكري يسجل، الكابتن يسجل، الكابتن يعود. هنا الرأسية من عماد اللواتي، وبالتالي المتابعة للكرة التي أبعدها جعفر الشنيشل، ولكن المتابعة كانت ممتازة وسجل التعادل. سجل زاكري وعاد بدهوك إلى نقطة البداية بالمباراة، ولكنها ليست سلبية. زاكري، هيران يحاول تبادل الكرات خطيرة. الله! جول ثاني ليتقدم دهوك بالهدف الثاني. هذه الكرة وهنا الإعادة، تبادل الكرات بشكل ممتاز ورائع وجميل، وحط الكرة على يمين حارس المرمى جعفر شنيشل. كانت صعبة. حكم المباراة فهد كريم
كرة أمامية الآن، فرصة للتعادل، فرصة التعادل، جول. الله، جول للسفانة، للسفانة، سفانة البصرة، سفانة الفيحاء بهدف التعديل. الله 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 الله. مع بداية الشوط الثاني، مع انطلاقة الشوط الثاني، سجل الميناء، تعادل الميناء 2-2 الآن، 2-2 الآن. سجل الميناء هدف التعادل مع بداية الشوط الثاني. انطلاقة جيدة وجميلة بالنسبة لفريق الميناء، استطاع من خلالها أن يسجل التعادل. هنا الكرة وهنا الإعادة من خلال اللقطة الماضية، وبالتالي هنا يعني انتظار كذلك الفار، ولكن هو مرور ممتاز من اللاعب البديل سجاد اللي يسجل، سجاد اللي يودع الكرة داخل الشباك، وبالتالي هدفين مقابل هدفين. سجاد على اللاعب البديل أحد البدلاء مع بداية الشوط الثاني يسجل هدف الثامن هذا الموسم. سجاد اللي من سيسجل الثالث. كرار عرضية خطيرة، الله الله، جول للميناء، هو الثالث للميناء، للسفانة، للسفانة. سجل الثالث سالم الأسمراني، سالم الأسمراني سجل الثالث بالراس. الله 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 الله. كرة كرار أرسلها، وهوبا في المرمى، في المرمى. سالم يا ولد، سالم يا ولد، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. اكو حسين تقدم بالكرة، راح يسدد راح يسدد راح يسدد راح يسدد. ينتظر هارون ضغط على هارون. الله الله الله. الأهداف الجميلة، مباراة الأهداف الجميلة. آكو حسين سجل الهدف الثالث، سجل التعادل لدهوك، سجل التعادل لصقور الجبال بكرة جميلة. جول. شوف هنا الكرة، هارون لآكو، هوبا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على هذا الهدف الجميل. حط الكرة، حط في المرمى، حطها على يسار حارس الميناء في الوقت المحتسب بدل عن الضاع. كرار الله. الميناء في البصرة وخارج البصرة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية يفعلها الميناء. جول رابع للسفانة، رابع للميناء، رابع لكرار. الله 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 على الميناء، الله على السفانة وأبناء البصرة. وبالتالي هذه الكرة حط على يسار حارس 4 مقابل 3 الآن. سيحاول أن يتعادل، كرة خطيرة. كرة القدم وجنون كرة القدم، كرة القدم وجنون كرة القدم.
وجنون دوري نجوم العراق في الجولات الأخيرة. الله 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 الله. إذا نعود وإياكم أحبتي متابعينا مشاهدينا عبر قنوات شبكة الإعلام العراقي، والشوط الثاني للقاء القوة الجوية ونادي القاسم بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل بدون أهداف. إذا ننتظر شوط ثاني ونشاهد أداء مختلف عن الشوط الأول اللي شاهدناه دون وجود أداء مقنع وممتع لكلا الفريقين، نادي القاسم ونادي القوة الجوية اللي أجرى تغييرين دفعة واحدة بدخول شريف عبد الكاظم وأيضا علي جاسم، وذلك من أجل الزيادة العددية وتنشيط خط الوسط والمهاجمين من خلال الشوط الثاني لهذا اللقاء. هذا هو شريف عبد الكاظم اللي اشترك من خلال الشوط الثاني مع زميله الآخر علي جاسم. كرة النقل للأمام الآن لمصلحة فريق نادي القاسم، لكن نادي القاسم دخل إلى الشوط الثاني بنفس الأسماء اللي كانت حاضرة في الشوط الأول. إذا غيث معروفي ومصطفى وليد هم من غادروا من خلال الشوط الثاني لهذا اللقاء، لتصبح تشكيلة القوة الجوية محمد حميد، حمود مشعان، سعد ناطق، بالإضافة إلى مصطفى سعدون، همام طارق، وعلي جاسم، شريف عبد الكاظم، سعد عبد الأمير، يوسف فوزي، وأيضا هما إبراهيم بايش وأيمن حسين. هذه تشكيلة فريق نادي القوة الجوية من خلال الشوط الثاني لهذا اللقاء بعد دخول علي جاسم وأيضا شريف عبد الكاظم. نادي القاسم بنفس الأسماء، علي جاسم، دينيت شمبيسي، كرار فالح، وحيدر ماجد، حسين محسن. عملية الهجوم الآن لفريق القوة الجوية، يحاول شريف بدخوله من خلال بداية الشوط الثاني، هنا يلعب الكرة لكن تصطاد وتبعد إلى خارج الملعب لركلة ركني. علي جاسم، كرار فالح، دينيت شمبيسي، حيدر ماجد، حسين محسن، ميسوكي، مرتضى قصاد، أوديني جورج، الحارس حاتم علاء محسن، وسيف رشيد. ركنية للقوة الجوية أولى لبداية الشوط الثاني. القوة الجوية وحاول الضغط منذ البداية للشوط الثاني على مرمى نادي القاسم، وأكيد هناك خبر سعيد لجمهور نادي القوة الجوية أن فريق الشرطة لا زال متعادل مع دهوك، وفريق القوة الجوية أعتقد تعادل فريق الشرطة ستكون نتيجة هي جيدة لفريق القوة الجوية، يقلص الفارق مع الشرطة إلى نقطة واحدة بانتظار الجولة الأخيرة. علي جاسم 9 أهداف مع القوة الجوية بقدومه من نادي الكهرباء على سبيل الإعارة. كرة وصلت لحارس المرمى هذا اللاعب أوديني جورج، يؤمن على الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصبح ركلة مرمى لنادي القاسم. رزاق فرحان أكيد تحدث كثيرا مع لاعبيه في غرفة تغيير الملابس، وأيضا كان إلى حديث مطول على الأداء اللي شاهدناه من خلال الشوط الأول بالنسبة للقوة الجوية. أداء كان غير مقنع تماما للمدرب رزاق فرحان وأيضا لجمهور القوة الجوية الحاضر بقوة في ملعب الكوت الأولمبي، لكن نادي القاسم أدى أداء ممتاز ووقف ند أمام القوة الجوية. عملية الهجوم الآن إبراهيم يحاول يمر داخل منطقة الجزاء، المحاولة تستمر. إبراهيم ضغط على إبراهيم بايش من قبل لاعبي نادي القاسم وعملية الإبعاد. هجوم الآن ميسوكي يغير لعب لجهة اليمين، ميسوكي محاولة تبقى لصالح نادي القاسم. هذا حسين محسن، هي كرة لحيدر، محاولة لحسين قصاد، عادت من أمام قصاد، كرة لا زالت في المنتصف حائرة للاعبي نادي القاسم وضغط من قبل لاعبي القوة الجوية، تبعد إلى خارج الملعب. رمية جانبية من أمام علاء محسن، علاء المهاجم اللي دائما يتراجع للوسط للمساندة. كرة عن طريق الوسط، علي جاسم لاعب منتخبنا الأولمبي الوطني العراقي، علي جاسم اللي انتقل إلى الدوري الإيطالي عملية الهجوم الآن، الحارث خطيرة لنادي القاسم، ممكن نادي القاسم يفاجئ القوة الجوية في بداية الشوط الثاني، والتمريرة كانت خاطئة. يوسف فوزي قطع ممتاز، علي يحاول أن ينطلق للأمام، علي جاسم، هي كرة لشريف عبد الكاظم. السرعة واضحة من خلال البداية للشوط الثاني وخصوصا من جانب فريق القوة الجوية، وتغييرات المدرب رزاق فرحان أكيد هي تغييرات هجومية بدخول علي جاسم وشريف عبد الكاظم. القوة الجوية أصبح يلعب
3-4-3 في هذه الأثناء. 3-4-3. كرة عادت لحمود مشعان. سعد عبد الأمير، قوة جوية، الصقور. كرة النقل للأمام. علي يعيد الوسط لأيمن، المتراجع للوسط أيمن إلى مصطفى. سعدون إلى علي جاسم. علي حاول يغير اللعب للوسط. شريف عبد الكاظم، بدلاء القوة الجوية من خلال الشوط الثاني، علي جاسم وشريف. كرة لبايش إلى همام، إلى إبراهيم بايش، قريب منه كرار فالح. إبراهيم قريب من علم الزاوية لمرمى فريق نادي القاسم، المحاولة تستمر. حصار جوي لمرمى فريق نادي القاسم، المحاولة قائمة لكن التمريرة كانت خاطئة لتصل للنيجيري أوديني جورج. الحارث حاتم إلى سيف بمفردة في خط الأمام. سيف والضغط من سيف رشيد على سعد ناطق، وسيف يخطف الكرة من أمام سعد ناطق داخل منطقة الجزاء وتصل لحارس المرمى محمد حميد. كاد سعد ناطق أن يرتكب خطأ كبير ويكلف القوة الجوية الكثير من خلال هذا اللقاء، والجوية بأمس الحاجة لنقاط المباراة حتى يبقى منافس على لقب الدوري العراقي. ونادي القاسم يحاول الحصول على الانتصار على حساب القوة الجوية ويقترب من الكرخ وأيضا يقترب من كربلاء. كرة عادت. همام طارق جهة اليسار، القوة الجوية، عملية تغيير اللعب. علي جاسم اللي انتقل على اليسار إلى أيمن، ممكن شريف عبد الكاظم يحاول على المرمى. شريف مرت، شريف عبد الكاظم يسدد بالمباشر. هذا حمادي يحفز لاعبي القوة الجوية. لاحظ الإعادة، تحضير كان عن طريق أيمن حسين، وتسديد الشريف عبد الكاظم مرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى. هنا سعد ناطق وأيضا اللاعب سيف رشيد اللي افتك الكرة بشكل ممتاز من أمام سعد ناطق. حاول أن يواصل الهجمة على مرمى القوة الجوية لكن يفقدها في الأخير، وبالتالي ضاعت الهجمة على فريق نادي القاسم. عملية الهجوم الآن القوة الجوية. لاحظ يريد أن يبكر التسجيل من خلال البداية للشوط الثاني، يحاول أن يسجل هدف يطمئن على النتيجة، يحاول الوصول إلى 3 نقاط. رزاق فرحان في محاولة للمدرب رزاق فرحان للوصول إلى الانتصار الخامس على التوالي مع المدرب رزاق فرحان. كرة لشريف عبد الكاظم. أيمن شريف، عملية الإبعاد من دينيس، عادة أوديني ينقل الكرة إلى سيف رشيد. حكم المباراة لا يشير لشيء. المحاولة تستمر الآن لصالح نادي القوة الجوية. شريف عبد الكاظم، مر شريف، قطع من أمام شريف عبد الكاظم. يدافع فريق نادي القاسم ب7 إلى 8 لاعبين، كل لاعبيه متراجعين، حتى المهاجم سيف رشيد يعني عابر خط المنتصف. سيف رشيد، كرة الوسط مرت على سعد، عادت لميسوك. أوديني، ميسوك الغاني، جيان، عملية تغيير طالت إلى خارج الملعب. رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية، رمية جانبية للصقور. ومان طارق، هذا ميسوك اللاعب الغاني هداف نادي القاسم خلال هذا الموسم. سعد ناطق، سعد إلى سعد عبد الأمير. كرة النقل الوسط الآن لصالح نادي القوة الجوية. إبراهيم بايش قود الطلعة الهجومية للقوة الجوية، جهة اليسار إلى همام إلى علي جاسم. همام من جديد قريبة من الخط الجانبي لكن طالت على همام لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القاسم. يسود صورة أمام الصقور في هذا اللقاء، والتعادل بدون أهداف ما بين الفريقين لغاية الآن. إذن في هذه الأثناء الشرطة يتقدم على دهوك بهدف لا شيء،
والزوراء على النفط بثلاثية نظيفة لغاية الآن. نتائج المباريات اللي تقام بنفس التوقيت. وعلى فكرة هذه النتيجة التعادل للقوة الجوية وانتصار نادي الشرطة، اللقب يحسم لصالح نادي الشرطة بنتيجة المباراتين. الشرطة على دهوك الآن متقدم بهدف، والقوة الجوية وبطاقة صفراء لسعد ناطق. بطاقة صفراء لسعد ناطق، ثالث بطاقة على لاعبي نادي القوة الجوية. بطاقة على غيث معروف اللي غادر ويوسف فوزي بطاقة صفراء، والآن سعد ناطق أيضا يتلقى بطاقة صفراء. لاحظوا هنا الدخول من سعد ناطق على الحارث حاتم مع وجود ركلة حرة. يعني الزوراء فاز أو خسر، يعني هو في المركز الثالث، يبقى في المركز الثالث، لا يهبط إلى المركز الرابع ولا يتقدم إلى المركز الثاني، حتى وإن فاز في المباراتين الأخيرة. الآن هو متقدم على النفط 3-0، والشرطة بنتيجة المباراتين الشرطة بطلا للدوري العراقي لغاية الآن. لكن ننتظر هل يتأجل الحسم إذا ما حقق الانتصار القوة الجوية. إذن كرار فالح بطاقة صفراء. إن شاء الله بالسلامة لجميع اللاعبين. الأخبار السعيدة الآن مع الشرطة ومع جمهور الشرطة، لكن جمهور القوة الجوية ينتظر أنه فريقه يحقق الانتصار، وينتظر أن دهوك يعود لأجواء المباراة ولنتيجة المباراة. صراع كبير. هذا هو جمهور القوة الجوية، جمهور الصقور، رغم ما مر ببعض الانتكاسات فريق القوة الجوية في الجولات وبداية المرحلة الثانية، لكن هذا الجمهور لم يتخلى عن فريقه إطلاقا. جمهور القوة الجوية لم يتخلى عن فريقه إطلاقا. لمسة يد على همام وركلة حرة مباشرة لصالح نادي القاسم. لمسة يد على همام طارق. لاحظ الإعادة ولمسة اليد على همام طارق. هجوم لنادي القاسم. ميسوكي يحاول على مرمى القوة الجوية، لكن مرت إلى الخارج لركلة مرمى. سعد ناطق، مود مشعان. إذن الفارق أصبح 5 نقاط ما بين الشرطة والقوة الجوية. رفع رصيده إلى 84 بتقدمه على نادي دهوك، والقوة الجوية هنا متعادل، رفع رصيده إلى 79. الفارق 5 نقاط، ودون النظر إلى المباراة الأخيرة للشرطة والزوراء ومباراة نادي القوة الجوية ونفط الوسط، الشرطة خلاص يتوج بلقب الدوري العراقي. لكن ننتظر نهاية المباراتين، القوة الجوية ونادي الشرطة. رمية جانبية همام يعيدها للخلف للوسط. الآن القوة الجوية يهاجم بقوة، هذا يوسف فوزي يعيدها إلى همام طارق جهة اليسار. همام حاول همام طارق يعيدها إلى يوسف فوزي، وسعد عبد الأمير يطلب الكرة. سعد عادت إلى جهة اليسار لصالح نادي القوة الجوية. همام طارق إلى يوسف فوزي. سعد عبد الأمير، سعد لاعب الوسط يهيئها لشريف عبد الكاظم قريبا لدفاعات نادي القاسم. هذا دينيس شامبيزي. حيدر ماجد، طويلة من حيدر ماجد. سعد رأسية، عملية الهجوم الآن نادي القاسم وعملية التمرير، لا وجود لحالة تسلل. هذا علاء، ممكن علاء والحارس. الله الله الله، ضاعت على نادي القاسم. علاء محيسن، علاء يضيع فرصة، وقد يندم علاء محيسن ونادي القاسم على ضياع هذه الفرصة. ينفرد بحارس المرمى، لكن محمد حميد حارس من حديد
ينقذ مرمى فريق نادي القوة الجوية من هدف. لاحظ الإعادة، لاحظ التمريرة، لا وجود لحالة تسلل، غير متسلل على أم حسن، لكن حلوة لمحمد حميد، حلوة ببراعة حارس المرمى لنادي القوة الجوية. وبعد ذلك الحارس حاتم حاول أن يضعها على الزاوية الصعبة لحارس المرمى محمد حميد، وتضيع أثمن فرصة في هذه المباراة لصالح نادي القاسم على مرمى فريق القوة الجوية. ضاعت فرصة، وسيندم على أم حسن وسيندم نادي القاسم إذا ما القوة الجوية حقق الانتصار في هذا اللقاء. كرة عالية داخل منطقة الجزاء، سعد المتقدم، أيمن حسين، أيمن حاول أن يسجل في هذا اللقاء. أيمن هو ما سجل على نادي القاسم، لأن نادي القاسم في المباراة انسحب أمام نادي القوة الجوي، والجدل اللي كان هي حول ركلة الجزاء اللي احتسبت لنادي القوة الجوية لصالح أيمن حسين في مباراة نادي القاسم. كرة النقل الأمام، قوة الجوية، عملية تغيير اللعب لجهة اليسار، شريف عبد الكاظم يلحق بالكرة، شريف عملية الهجوم لصالح نادي القوة الجوية، همام يطلب الكرة، همام جهة اليسار، همام داخل منطقة الجزاء، أيمن حسين يظهر الآن أيمن هداف دورينا لغاية الآن ب27 هدف أيمن حسين، لكن مرت كرة أيمن حسين إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لصالح نادي القاسم، ركلة مرمى لنادي القاسم. ركلة مرمى لصالح نادي القاسم. لاحظ أيمن يجيد هذه الكرات أيمن حسين. كرة عادت إلى مصطفى سعدون لحمود مشعان، محمود مشعان، عملية الإبعاد من دينيس، المحاولة تبقى قائمة لصالح نادي القوة الجوية عن طريق الوسط. هذا أوديني جورج، أدوار دفاعية يؤديها اللاعب النيجيري أوديني جورج من خلال هذا اللقاء، يدافع ويهاجم بنفس التوقيت. شاهدناه في الشوط الأول اللاعب النيجيري الواضح أمامنا في الصورة أوديني جورج خلال مباراة اليوم أمام القوة الجوية. هذا أيمن حسين يحاول ينطلق للأمام، أيمن يحاول يمر، أيمن يحاول إيجاد المساحة، أيمن ينقلها إلى يوسف فوزي، يوسف طالت على يوسف، عادت لفريق نادي القاسم. الفرصة الأثمن لنادي القاسم من خلال الشوط الثاني هو ضياع الهجمة عن طريق علاء محيسن، وهنا سيف رشيد يواجه مرمى القوة الجوية لكن تبعد من أمام سيف رشيد إلى خارج الملعب لركلة ركنية. ركلة ركنية لصالح نادي القاسم. سيف رشيد، لاحظ هنا الإعادة، أعتقد كان متسلل سيف رشيد. هذه البطاقة على حارس المرمى علي جاسم، حارس المرمى لنادي القاسم لتعمده أكيد تأخير اللعب. ركلة ركنية على القائم الأيمن لمرمى القوة الجوية نادي القاسم. عسود سورة، محاولة حيدر ماجد داخل منطقة الجزاء، ومحمد حميد بمبدأ السلامة، عملية الإبعاد. شريف عبد الكاظم يلحق بالكرة، شريف ينقلها للأمام، البحث عن أيمن، البحث عن علي جاسم، متراجعين جميعهم لاعبي فريق القوة الجوية. حسين محسن مدافع اليمين، سعد عملية الإبعاد، خطأ من همام يستغل ميسوكي، الغاني أضاح الغاني ميسوكي. فرصة أخرى لنادي القاسم، أخطاء في خط الدفاع لنادي القوة الجوية كاد أن يكلف فريق القوة الجوية على الأقل من كرتين خطرة عن طريق علاء محيسن وعن طريق اللاعب ميسوكي، لكن الفرصتين ضاعت على لاعبي نادي القاسم. ميسوكي مر بهذه الطريقة من سعد ناطق لكن سددها على الزاوية اللي يتواجد فيها حارس المرمى محمد حميد، ويضيع على فريقه فرصة هدف على حساب القوة الجوية. سعد ناطق، علي جاسم،
قدم للامام علي جاسم داخل منطقه الجزاء. ايمن حسين، ايمن يحاول يمر، ايمن عيده للخلف الى علي جاسم، علي للوسط، شريف عبد الكاظم يهيئ كره للامام. سعد عبد الامير تغيير اللعب من اليسار اليمين. مصطفى سعدون، مصطفى يعيد الخلف، مصطفى سعدون اقرب لمشعان يهيئ كره داخل منطقه الجزاء لكن تصل سهله لحارس المرمى علي جاسم حارس المرمى لنادي القاسم. علي جاسم حارس المرمى للقاسم وسهله. كره عاليه، مصطفى سعدون لسعد ناطق، سعد يخطئ وخطأ على سعد ناطق. ركله حره على سعد ناطق، ركله حره على سعد ناطق. اعتقد حمراء، عنده بطاقه صفراء وحمراء على سعد ناطق، بطاقه حمراء على سعد ناطق. البطاقه الثانيه الصفراء وبعد ذلك جاءت الحمراء. بطاقه الثانيه. سعد ناطق يطلب من حكم المباراة العودة إلى تقنية الفار. والقوة الجوية والمصائب لا تأتي فرادى لفريق القوة الجوية. المصائب لا تأتي فرادى لفريق القوة الجوية. الآن هو متعادل وهنا حالة الطرد، وهناك على ملعب الشعب الدولي نادي الشرطة يتقدم على نادي دهوك بهدف. والأمور الآن باتجاه نادي الشرطة، تذهب باتجاه نادي الشرطة. لاحظ فرحة جماهير نادي القاسم بحالة الطرد اللي حصلت لمدافع نادي القوة الجوية سعد ناطق. إذن بطاقة حمراء سعد ناطق. خطأ لصالح نادي القاسم. من سيسدد على المرمى؟ علام حسن يطلب الكرة لكن يتركها إلى مرتضى قصاد. ركلة حرة مباشرة، هل يفعلها القوة الجوية؟ وبالنقص العددي يحقق الانتصار على نادي القاسم، ركلة حرة مرتضى قصاد، مرتضى يلعبها بالمباشر، تصطد بحائط الصد القوة الجوية بأيمن حسين. أوديني جورج عيد للخلف، أوديني جورج، كرة طويلة لصالح نادي القاسم. عملية الإبعاد من سعد عبد الأمير، سعد إلى خارج أرضية الملعب لتصبح رمية جانبية لنادي القاسم من الجهة البعيدة، رمية جانبية، تنفذ الرمية الجانبية. عملية الهجوم لصالح نادي القاسم، عادت لصالح نادي القوة الجوية، لنادي القوة الجوية يلعب بالنقص العددي. يوسف فوزي يحاول يغير لعب للوسط. إبراهيم بايش، إبراهيم عائدة لمصطفى سعدون، كرة عالية من مصطفى تعود لحيدر ماجد مدافع اليسار نادي القاسم. عملية تمرير إلى علاء أضاع فرصة، وهنا حسن رائد قريب من أن يدخل المباراة. من سيكون هو المغادر؟ اعتقد همام، تقريبا همام أحد المغادرين الآن سيكون. عملية الهجوم الآن نادي القوة الجوية، تغيير اللعب. إبراهيم بايش، إبراهيم قريب من الخط الجانبي، يحاول إبراهيم ممكن بالمهارة، اللاعب الدولي لمنتخبنا الوطني إبراهيم بايش، لكن قطع من الحارث حاتم، تبعد إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية. تغييرين حسن راد ورسلان. إذن همام يغادر ودخول لرسلان حنون، وأيضا حسن راد بديلا ليوسف فوزي. 4 تغييرات لنادي القوة الجوية بعد إشراك علي جاسم بالإضافة إلى شريف عبد الكاظم. الآن حسن رائد وأيضا رسلان حنون. 4 تغييرات للمدرب رزاق فرحان. فريقه يلعب بالنقص العددي بعد الطرد اللي حصل لسعد ناطق. وهل يستغل نادي القاسم النقص العددي لنادي القوة الجوية ويتفوق على نادي القوة الجوية بانتصار ثاني تاريخي ممكن يحقق نادي القاسم على حساب القوة الجوية من خلال هذا اللقاء؟
من خلال هذا اللقاء ويقدم خدمة كبيرة لنادي الشرطة هناك في ملعب الشعب، هو التتويج بلقب الدوري العراقي، بلقب الدوري العراقي. كرة تعود، شريف، مصطفى سعدون، مصطفى يعيدها لي محمود مشعان، رسلان جهة اليسار، حسن، علي جاسم للوسط لسعد عبد الأمير، كرة يتناقل لاعبي القوة الجوية، علي يحاول أن يلحق بالكرة لكن بعيدة، طالت على علي المنتقل حديثا إلى الدوري الإيطالي، إلى الكالتشيو الإيطالي. إن شاء الله بالتوفيق لعلي جاسم نجم منتخبنا الأولمبي والوطني مع نادي كومو الإيطالي، أحد الأندية الحديثة على الدوري الإيطالي. إذن بطاقة صفراء، هذه الأولى كانت على سعد ناطق والثانية أمامنا على سعد ناطق، سحب لعلاء محيسن. إذن هذه البطاقة الثانية على سعد ناطق، حمراء سعد، اللاعب الدولي لمنتخبنا الوطني سعد ناطق. إذن 19 دقيقة متبقية. مشاهدينا متابعينا، هذا علاء محيسن يغادر على داخل منطقة الجزاء، ممكن الآن القوة الجوية، القوة الجوية. إذن علاء محيسن يغادر، تغييرين لنادي القاسم في هذه الأثناء. محمد خالد اشترك مع تشكيل فريق نادي القاسم، محمد يشترك مع تشكيل فريق نادي القاسم. كرة الأمام، بديل لعلاء محيسن، هنا الهجوم لصالح نادي القوة الجوية، مصطفى أيمن، ممكن الآن القوة الجوية، مصطفى سعدون داخل منطقة الجزاء، والدفاع لفريق نادي القاسم يدافع بشكل ممتاز أمام محاولات القوة الجوية والاعتماد على هجمات المرتد، الاعتماد على المرتدات، ممكن يستغل من عندها ويصل إلى مرمى القوة الجوية. هذا سيف رشيد، أيضا ضاع فرصة على فريقه للتقدم سيف رشيد خلال الشوط الأول. جهة اليسار قوة جوية، علي، تنقل الوسط، قوة جوية، النهايات لم تكن بالشكل المطلوب للاعب القوة الجوية، هو يصل إلى مرمى فريق نادي القاسم لكن النهاية غير جيدة بالنسبة للاعبي فريق القوة الجوية. عادت إلى إبراهيم بايش بعد خروج همام، أصبح هو الكابتن لفريق القوة الجوية. هذا حمود مشعان، حمود مشعان عيدة إلى رسلان حنون، رسلان حنون يعيد الكرة إلى حمود مشعان، حمود، عملية تغيير اللعب، حسين محسن، قطع ميسوكي، هجوم الآن لصالح نادي القاسم، عملية تمرير، وهذا سيف رشيد، خطيرة على مرمى القوة الجوية، ومحمد حميد، محمد حميد، محمد حميد ينقذ الصقور من كرات خطيرة للاعبين نادي القاسم، ولولا محمد حميد لكانت كارثية على نادي القوة الجوية، لولا تصديات محمد حميد لكانت كارثية على القوة الجوية، ويبقي محمد حميد على حظوظ القوة الجوية من أجل تحقيق الانتصار على حساب نادي القاسم بعد الثغرات الدفاعية لفريق نادي القوة الجوية اللي لم يستغلها لاعبي نادي القاسم ومهاجمي نادي القاسم على الشكل الأمثل وتسجيل هدف في مرمى القوة الجوية. الله على محمد حميد، تصديات ممتازة لمحمد حميد حارس المرمى لنادي القوة الجوية، وأنقذ مرمى القوة الجوية من 3 أهداف محققة بالنسبة لفريق نادي القاسم. رسلان غير لعب لجهة اليسار، غير لعب لجهة اليسار لكن تصطد وتبعد إلى خارج الملعب لرمية جانب، رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية. رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية، تنفذ رمية جانبية، عملية التغيير، وأيمن مرت إلى خارج الملعب، محاولة أيمن حسين، محاولة أيمن حسين يريد أن يزور شباك نادي القاسم في هذا اللقاء. أيمن حسين
لكن ما كانت هناك فرص كثيرة لأيمن، ما كانت هناك محاولات كثيرة لأيمن، خصوصا في الشوط الأول. لاحظ هذه الإعادة وأيمن بلمسة في مقدمة القدم لأيمن حسين، لكن مرت من فوق المرمى لنادي القاسم. ركلة مرمى، كرة عالية، كرة عالية، عادت للوسط الآن. إبراهيم بايش، دخلنا في الربع ساعة الأخيرة، ولا زال يحاول فريق القوة الجوية على مرمى نادي القاسم. هذا علي جاسم يحاول يمر، علي جاسم بالمهارة، يلعب كرة لكن بعيد، مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى. عبد المجيد أبو بكر هناك يضع فريق نادي الشرطة بهدف على حساب نادي دهوك. المباراة اللي تقام بنفس توقيت هذه المباراة. إذا تغييرين، هذا فلاح عبد الكريم ومجتبى محسن مع دخول محمد خالد. 3 تغييرات ستصبح لمدرب فريق نادي القاسم أيمن الحكيم، لكن واضح أمامنا أيمن حسين. كرة عالية، نادي القاسم، عملية القطع والإبعاد، هجوم الآن لنادي القاسم والعارضة. الله تسديدة قوية، والعارضة العارضة ترد كرة محمد خالد. البديل حاول أن يكون بديل ناجح للمدرب أيمن الحكيم، لكن العارضة تمنع فريق نادي القاسم من تسجيل هدف أول في مرمى القوة الجوية. يعني نادي القاسم خلق فرص في الشوط الثاني على مرمى القوة الجوية، لكن ما استغل هذه الفرص، ونادي القوة الجوية ممكن في هذه اللحظات يسجل في مرمى القاسم ويحقق الانتصار. وننتظر الجولة الأخيرة. كرة النقل الوسط، علي جاسم يغير اللعب لجهة اليسار. علي جاسم، محاولة إبراهيم داخل منطقة الجزاء. هنا شريف عبد الكاظم، لا زالت داخل أرضية الملعب، لا وجود لمتابعة لاعبي القوة الجوية، عادت لمصلحة فريق نادي القاسم. كرة تسديدة قوية على المرمى، ردتها العارضة لمرمى القوة الجوية. تسديدة اللاعب محمد خالد، هذا ميسوكي، الغاني لمحمد خالد، يعيدها لميسوكي. حسين، واضح الإرهاق على لاعبي فريق نادي القوة الجوية. التفكير بنتيجة المباراة والحسابات لهذه المباراة، والتفكير هناك في العاصمة بغداد مع نادي الشرطة على مدرجات الشرطة، ومحاولة نادي القاسم على مرمى فريق القوة الجوية، لكن مرت لتصل إلى حارس المرمى محمد حميد. للوسط علي جاسم، خطأ لعلي جاسم، ركلة حرة لصالح نادي القوة الجوية، ركلة حرة مباشرة لصالح نادي القوة الجوية. إذن حارث حاتم يغادر، حارث حاتم يترك المباراة، فلا عبد الكريم سيشترك الآن. إذن غير راضي على التغيير الحارث حاتم، بالإضافة إلى مجتبى محسن. تغييرين، دفعة واحدة لصالح نادي القاسم. خروج جورج، أوديني جورج، مجتبى محسن. لاحظ هذه الإعادة والتسديدة القوية من لاعب صغير، وحاول أن يضع اسمه في تاريخ المواجهات ما بين القوة الجوية ونادي القاسم، اللاعب الصغير محمد خالد اللي أطلق كرة قوية على مرمى القوة الجوية، ردتها العارضة، وهذا أيمن حسين. علي جاسم على التنفيذ الخطأ لصالح نادي القوة الجوية، يلعبها داخل منطقة الجزاء لمرمى نادي القاسم، وتبعد إلى خارج الملعب لركلة ركنية لصالح نادي القوة الجوية. نادي القاسم يدافع بكل لاعبيه أمام محاولات القوة الجوية.
ركلة ركنية، تنفذ الركنية، عملية الإبعاد للاعبي نادي القاسم. رزاق فرحان، أعتقد هو غير سعيد حتى الآن. رزاق فرحان، ما فرحان رزاق. القوة الجوية لم يقدم الأداء المنتظر، يعني القوة الجوية يريد أن يصارع من أجل اللقب، لكن بهذا الأداء أداء غير مرضي للاعبي القوة الجوية. لكن نادي القاسم قدم مباراة كبيرة لغاية الآن. نادي القاسم قدم مباراة كبيرة لغاية الآن. وأنا تحدثت عن نادي القاسم أنه آخر 5 جولات لم يتلقى خسارة، فاز في 3 وتعادل في 2. وأداء فريق نادي القاسم في تصاعدي خصوصا في الجولات الأخيرة، لذلك هو يريد البقاء داخل منطقة الجزاء. عملية الإبعاد من دفاعات نادي القاسم، تستمر المحاولة. إبراهيم بايش 80 دقيقة. يا من تتابع وتشاهد قنوات شبكة الإعلام العراقي، القوة الجوية ونادي القاسم التعادل بدون أهداف حتى الآن. أيمن، تحضير من أيمن، عودة للخلف إلى مصطفى سعدون. شريف عبد الكاظم لحمود مشعان، لمصطفى، يعيدها للخلف. مصطفى، كرة لا زالت بحوزة لاعبي فريق نادي القوة الجوية. حمود مشعان ينقلها داخل منطقة الجزاء، وعلي جاسم. هذه الكرات تشكل خطورة على حراس المرمى، وهنا على دفعتين مع مشاركة علي جاسم بمواجهة علي جاسم حارس المرمى لنادي القاسم. علي جاسم مهاجم القوة الجوية، وعلي جاسم حارس مرمى نادي القاسم. إن شاء الله بالسلامة، إن شاء الله بالسلامة لحارس المرمى. لاحظ الإعادة، عملية الاشتراك. ما بين علي جاسم حارس المرمى لنادي القاسم. طبعا هذا علي جاسم شنيشي الحارس المرمى لنادي القاسم، بينما علي جاسم مهاجم القوة الجوية ومنتخبنا الوطني والأولمبي هو علي جاسم العيبي. كثير تشابه أسماء في دورينا. جانب من الحضور الجماهيري الكبير لجمهور القوة الجوية وجمهور نادي القاسم. جمهور القوة الجوية وجمهور نادي القاسم على الأعصاب، جمهور الفريقين على الأعصاب، جمهور الفريقين. جمهور نادي القوة الجوية ويطالب لاعبيه بالانتصار في هذا اللقاء. صغار كبار موجودين على المدرجات لملعب الكوت الأولمبي مع توجيهات السوري مدرب نادي القاسم أيمن الحكيم. كرة تمر إلى خارج الملعب، رمية جانبية لصالح نادي القوة الجوية. فلاح عبد الكريم اللي اشترك الآن، فلاح عبد الكريم لاعب نادي القاسم ومهاجم نادي القاسم اللي أصبح الكابتن بعد خروج اللاعب علاء محيسن للتغيير. هذا فلاح عبد الكريم. وصلت لمحمد حميد حارس المرمى لنادي القوة الجوية، يلعب كرة الأمام، أقرب لشريف عبد الكاظم. شريف إلى إبراهيم بايش، جهة اليسار إبراهيم بايش. كرة داخل منطقة الجزاء، عملية الإبعاد من كرار فالح، عادت لسعد عبد الأمير. شريف عبد الكاظم، مر شريف، حاول ينقل الكرة الأمام. شريف عبد الكاظم، عملية الهجوم الآن لمصلحة فريق القوة الجوية. مصطفى سعدون، خذوا هات الآن القوة الجوية، والحارس علي جاسم، والحارس علي جاسم حارس المرمى لنادي القاسم. علي جاسم حارس مرمى نادي القاسم، وإنقاذ لمحاولة مصطفى سعدون. كان المفروض مصطفى سعدون يلعبها بعيدة عن الحارس، يلعبها بعيدة عن الحارس، لأن أيمن كان متقدم للأمام، لكن مصطفى سعدون لعبها ضعيفة وتمكن من خلالها حارس المرمى علي جاسم في عملية إنقاذ، ويبقي على نتيجة تعادل قائم بدون أهداف حتى الآن. كرة من جهة اليسار، هجوم الآن نادي القاسم عن طريق الجانب الأيسر. مجتبى محسن اللي اشترك قبل لحظات لفلاح عبد الكريم، أيضا اشترك مع مجتبى. عملية تغيير اللعب، حسين محسن للوسط لمرتضى قصاد. حسين محسن، ميسوكي حاول يمرر إلى حسين. ميسوكي يخسر هذه الكرة. ميسوكي جيان اللاعب الغاني، ميسوكي جيان
يفتك الكرة جيان. عملية الهجوم الآن، ممكن الآن نادي القاسم لو سجل هدف سيصعب الأمور. الله 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 الله. هدف 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 رهيب 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 رهيب. نادي القاسم رهيب والله، رهيب فيك الجمال العجيب. هدف جميل لنادي القاسم، صاروخ صاروخ في مرمى الصقور، وهدف لنادي القاسم، هدف لنادي القاسم. واي هدف اي هدف اي هدف لنادي القاسم. فلاح عبد الكريم يسجل هدف ولا اروع لنادي القاسم في مرمى القوة الجوية، وبديل ناجح للمدرب أيمن الحكيم. لاحظ فلاح عبد الكريم، صعبة على محمد حميد، صعبة على محمد حميد، صعبة هذه المرة على محمد حميد بعد الإنقاذ الرائع لأكثر من كرة لمحمد حميد للاعبي فريق نادي القاسم، لكن هذه الكرة مرت على محمد حميد لتعانق الشباك، ونادي القاسم يتقدم على القوة الجوية بهدف للا شيء، بهدف للا شيء، بهدف للا شيء. وهذه النتيجة تمنح الشرطة لقب الدوري العراقي، لقب الدوري العراقي. تغيرت الأصفار في هذه اللحظات، ونادي القاسم يتقدم بهدف على نادي القوة الجوية، هدف للا شيء، هدف للا شيء. الآن الشرطة يقترب من تحقيق اللقب، يقترب من تحقيق اللقب. الشرطة اللقب الثالث على التوالي، اللقب الثامن في تاريخ الشرطة العراقي. الهاتريك قريب من الشرطة. كرة عادة الوسط، إذن أحمد السروري سيشترك الآن في 5 تغييرات المدرب رزاق فرحان. أي هدف لفلاح عبد الكريم، فلاح عبد الكريم تمنح نقاط في غاية الأهمية لنادي القاسم ليقترب ويتساوى بنفس الرصيد مع أندية كربلاء والكرخ ب 36 نقطة، ب 36 نقطة. لكن يبقى فارق الأهداف لفريقي نادي كربلاء ونادي الكرخ، لكن الفريقين لديهم أيضا مباريات مرتقبة. نادي كربلاء يوم غد سيواجه أربيل، وأيضا نادي الكرخ سيقابل نفط البصر. لكن ممكن هذه النتيجة ونتيجته الأخيرة نادي القاسم بمواجهة نادي كربلاء، وستحدد مصير كربلاء ونادي القاسم ونفط البصرة ونادي الكرخ وأيضا أربيل. إذن 1 نادي القاسم لا شيء. دقيقة 85 فلاح عبد الكريم، كرة لصالح نادي القوة الجوية. علي جاسم رغم التغييرات اللي أجراها المدرب رزاق فرحان، لكن فريق القوة الجوية لم يغير النتيجة، لم يغير النتيجة. هل يفعلها أيمن؟ هل يعدل النتيجة القوة الجوية؟ هل يتعادل؟ لكن يدافع بشكل رائع لاعبي فريق نادي القاسم أمام محاولات القوة الجوية الاعتماد على الكرات المرتدة. حصل على عدة فرص خصوصا في الشوط الثاني، كان ممكن يسجل أكثر من هدف في مرمى القوة الجوية، لم يستغلها لاعبي نادي القاسم، لكن بكرة قوية سددها فلاح عبد الكريم عانقت الشباك لمرمى القوة الجوية لتضع فريق نادي القاسم الآن والتقدم على القوة الجوية بهدف للا شيء. هل سيكون انتصار تاريخي آخر؟ هنا تسديدة من ميسوكي، لكن هذه المرة يتمكن حارس المرمى محمد حميد للإنقاذ. إبراهيم بايش، إبراهيم عادت لمصطفى سعدون، مصطفى لحمود مشعان، ينقل الكرة للأمام. أيمن، لكن بعيدة عن أيمن حسين، مرت إلى خارج الملعب لتصبح رمية جانبية لصالح نادي القاسم في هذه الأثناء، في هذه اللحظات. هذا أحمد السروري اللاعب اليمني، يشترك الآن أحمد السروري بديل لشريف عبد الكاظم. هو دخل في مطلع الشوط الثاني شريف عبد الكاظم، الآن يغادر في آخر دقيقة من الشوط الثاني. شريف عبد الكاظم يترك المباراة لأحمد السروري في 5 تغييرات المدرب رزاق فرحان. كرة تعود للوسط، حمود مشعان، إبراهيم بايش، مر إبراهيم بايش بعيدة إلى الخارج.
لاحظ جمهور نادي القاسم سعيد بهذه النتيجة. كيف لا تكون سعادة هذا الجمهور وهو يحقق انتصار على واحد من كبار الأندية العراقية، القوة الجوية صاحب العراق، وهو يحقق انتصار على صاحب العراقة والتاريخ نادي القوة الجوية السروري اليمني، بديل لفريق القوة الجوية داخل منطقة الجزاء. أعتقد مرت إلى خارج الملعب لركلة مرمى. هذا أحمد السروري. أحمد السروري قريب من الخط الجانبي، لكن الطول على أحمد السروري مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. كرة عالية للأمام، ميسوكي يرتكب خطأ، اللاعب الغاني. ركلة حرة. 90 دقيقة انتهت. 90 دقيقة انتهت. إذن 8 دقائق سنلعب حتى الدقيقة 98. هناك تغيير لصالح نادي القاسم. أحمد علي سيشترك الآن مع تشكيل نادي القاسم. يدافعون عن نتيجة المباراة لاعبي نادي القاسم أمام محاولات القوة الجوية اللي يرمي بكل ثقله في أمام منطقة الجزاء لنادي القاسم. تغيير الآن لنادي القاسم. عملية الهجوم السروري، حاول يمر بالمهارة أحمد السروري، لكن طالت على أحمد السروري، مرت إلى خارج أرضية الملعب لركلة مرمى لصالح نادي القاسم. هذا أحمد السروري اللاعب اليمني، خامس البدلاء للقوة الجوية. الدولي يوسف سعيد. هذا صاحب هدف المباراة الوحيد. إذن أحمد علي وخروج اللاعب أولمو ميسوكي يغادر اللاعب الغاني. اليوم ما ظهر كثير اللاعب الغاني ميسوكي، في كل مباراة يكون شعلة من النشاط، أداء يكون بشكل جيد. كرة النقل، أحمد السروري ينقل كرة لكن بعيدة إلى خارج الملعب لركلة مرمى، أو هل هناك ركنية؟ القرار يأتي لصالح نادي القوة الجوية، والدولي المساعد الأول واثق مدلل يشير إلى ركنية لصالح نادي القوة الجوية. أحمد السروري على التنفيذ للركنية، هل يعدل النتيجة؟ هل يقلب الطاولة للقوة الجوية على نادي القاسم ويبقي على حظوظه للمنافسة على لقب الدوري العراقي؟ عنده 6 دقائق متبقية من الدقائق الثمان اللي أضافها حكم المباراة. إذن انتهت مباراة الزوراء والنفط الآن بفوز نادي الزوراء ب3 أهداف مقابل هدف واحد. انتهت بفوز الزوراء ب3 أهداف مقابل هدف واحد لنادي النفط. لكن لا زلنا مع لقاء الشرطة ودهوك والقوة الجوية ونادي القاسم. كرة النقل، أحمد، هجوم الآن، ممكن ثاني إذا ما سجل هدف ثاني، وانتصار سيكون ثاني لفريق نادي القاسم على حساب القوة الجوية، وركلة حرة مباشرة. اليوم أخطاء كثيرة في خط الدفاع لنادي القوة الجوية، أعتقد هناك حالة تسلل. أخطاء كثيرة في خط الدفاع لنادي القوة الجوية كلفت الفريق هدف في المرمى وضياع عدة فرص لنادي القاسم. وهنا بطاقة صفراء على من؟ بطاقة صفراء على اللاعب البديل أحمد علي. تلقى بطاقة صفراء أحمد علي، اللاعب اللي اشترك قبل لحظات، مع وجود ركلة حرة لصالح نادي القوة الجوية. أوديني جورج، عملية الإبعاد، هجوم الآن لنادي القاسم، لحظات أخيرة ستكون مثيرة. نادي القاسم يحاول تسجيل هدف ثاني للاطمئنان على النتيجة لتحقيق انتصار تاريخي، وبعد ذلك يمنح فرصة للقاء الأخير أمام كربلاء، ممكن لا يلعب مباريات البلاي أوف. حيدر لأحمد علي، حاول امر أحمد علي، مصطفى سعدون، عملية القطع، هجوم الآن لمصلحة نادي القوة الجوية. أوديني جورج يبعدها إلى خارج الملعب لتصبح ركلة مرمى لصالح نادي القوة الجوية. هذا هو أوديني جورج النيجيري، اليوم أدى أدوار ممتازة خصوصا في خط الدفاع، هو لاعب الارتكاز
لفريق نادي القاسم. أدوار الدفاعية كانت ممتازة. لاحظ هنا خلاص 6 نقاط أصبح الفارق. عملية الهجوم فلاح عبد الكريم، فلاح يعيدها للوسط إلى أحمد. عملية تغيير اللعب هناك على الطرف الأيمن. نادي القاسم، النادي القاسم مرور ممتاز، مرور ناجح، مرور جيد لفريق نادي القاسم، أداء جيد لنادي القاسم أمام نادي كبير بحجم القوة الجوية، بطل الدوري ل7 مرات وتاريخ على مستوى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. لكن اليوم نجوم القوة الجوية لم يظهروا بالشكل المطلوب في هذا اللقاء، رغم أنه لقاء حاسم، لقاء مهم لفريق القوة الجوية، لقاء يبقيه منافسا على اللقب. لكن اليوم فريق القوة الجوية لم يقدم الأداء المنتظر لإسعاد جماهيره في هذه المباراة. كرة تعود عن طريق الجانب الأيمن، عملية تمرير فلاح عبد الكريم، ممكن يصل إلى هدف ثاني. فلاح عبد الكريم هدف ثاني لرصيد الشخصي، وهدف ثاني لفريق نادي القاسم في مرمى القوة الجوية. إذا خطأ لصالح نادي القوة الجوية. محمد حميد يلعب كرة عالية للأمام. محمد حميد، أيمن حسين، أيمن ممكن يمنح التعادل لفريق القوة الجوية ويبقى متمسكا بخيط وفرصة الأمل لتسجيل هدف ثاني. حتى التعادل لا ينفع القوة الجوية للمنافسة على اللقب، وبالتالي اللقب يذهب لصالح نادي الشرطة إذا ما بقيت نتيجة مباراة الشرطة ونادي ادهوك. خلاص إذا انتهت مباراة الشرطة وادهوك. الشرطة هدف، ادهوك لا شيء، والشرطة لغاية الآن يتوج بلقب الدوري العراقي لغاية الآن، حتى وأن أدرك نادي القوة الجوية هدف التعادل، حتى وأن أدرك القوة الجوية هدف التعادل. كرة عالية للأمام، كرة عالية للأمام. إبراهيم بايش، إبراهيم للوسط إلى حمود مشعان. حمود مشعان اصطدت بلاعب نادي القاسم. عملية تمرير للأمام، هجوم الآن ممكن نادي القاسم مع خروج محمد حميد. سحب على محمد حميد وخطأ. هناك حالة تسلل، لو لم تكن حالة التسلل موجودة أعتقد ستكون بطاقة حمراء لمحمد حميد، لكن حالة التسلل أنقذت محمد حميد من بطاقة حمراء. حارس المرمى لنادي القوة الجوية داخل منطقة الجزاء، تصل لحارس المرمى علي جاسم. دقيقة متبقية. قوة الجوية هل يعدل القوة الجوية؟ حتى نتيجة التعادل لا تغني ولا تسمن فريق القوة الجوية أنه يكون منافس على اللقب الآن لصالح نادي الشرطة، اللقب لغاية الآن نادي الشرطة، لكن ننتظر. ركلة حرة لصالح نادي القوة الجوية. ال8 دقائق اللي أضافها حكم المباراة انتهت. ركلة حرة تنفذ على القائم البعيد، عملية التحضير، وهنا التعادل لنادي القوة الجوية. سعد عبد الأمير يسجل هدف التعادل، لكن الراية على سعد عبد الأمير. أعتقد هناك عودة للفار. سعد عبد الأمير يسجل وننتظر القرار. هل هناك عودة إلى الفار؟ لاحظ هنا الإعادة، هنا حالة التسلل غير موجودة، أعادها لاعب شريف، وهنا عائدة من القائم الأيمن ويكملها سعد عبد الأمير في المرمى يعدل النتيجة. لكن القرار يأتي حسن رائد، والاعتراض على قرار المساعد الأول واثق مدلل. هل كان سعد عبد الأمير متسلل؟ ننتظر القرار من غرفة الفار. هل هناك هدف تعادل؟ زي ثامر أمير داود حالة تسلل، اعتقد بطاقة على تشامبيزي، دينيد تشامبيزي اللاعب من الملاوي. هل هناك بطاقة على تشامبيزي؟
إذا ننتظر قرار الفار، ننتظر قرار الفار، ننتظر قرار الفار. إذا هدف 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 لصالح القوة الجوية، هدف تعادل، هدف متأخر، هدف متأخر لنادي القوة الجوية. يعدل سعد عبد الأمير، سعد عبد الأمير بعد المتابعة يسجل هدف تعادل للقوة الجوية، والتعادل الآن 1-1 ما بين نادي القاسم والقوة الجوية. إذا يحتسب الهدف، وسعد عبد الأمير غير متسلل، غير متسلل. في الدقيقة 97 يسجل سعد عبد الأمير هدف التعادل لصالح نادي القوة الجوية. وحتى هذه النتيجة إلا إذا نادي القوة الجوية يسجل هدف ثاني يبقى الصراع للجولة الأخيرة. لكن بهذه النتيجة الشرطة بطلا للدوري العراقي. خطأ لصالح نادي القوة الجوية، ينفذ الخطأ. حمود يحاول أن يقدم، ممكن يفعلها القوة الجوية. لحظات مثيرة حتى الآن. نادي القوة الجوية يبحث عن هدف ثاني، يبحث عن هدف ثاني. كرة تعود لمصلحة فريق نادي القاسم. عملية تحضير في المنتصف. فلاح عبد الكريم، ممكن الآن فلاح عبد الكريم نادي القاسم. قصاد، هل يقصد مرمى فريق القوة الجوية؟ لكن يضيعها مرتضى قصاد. تعود إلى إبراهيم بايش، كرة عالية للأمام. إذن في هذه الأثناء حكم اللقاء الدولي يوسف سعيد يطلق الصافرة النهائية الكاملة للقاء القوة الجوية ونادي القاسم، لتنتهي المباراة بالتعادل ما بين الفريقين. والتعادل القوة الجوية يمنح نادي الشرطة لقب الدوري العراقي. نبارك لفريق نادي الشرطة تتويجه بلقب الدوري العراقي للمرة الثالثة على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخه. وبالتالي نادي القوة الجوية بمركز الوصافة. نقول هارد لك لفريق القوة الجوية، مبروك لنادي الشرطة التتويج بلقب الدوري العراقي. نقول لفريق نادي القاسم شكرا على ما قدمتموه في هذه المباراة، ويخرج متعادلا أمام القوة الجوية ليتقاسم الفريقين نقاط هذه المباراة. إذن القوة الجوية يرفع رصيده إلى 79 نقطة، وفريق نادي القاسم يرفع رصيده إلى 34 نقطة، لكن يبقى يصارع من أجل البقاء للموسم القادم. أعزائي نلقاكم في مواعيد جديدة ومباراة قادمة. تقبلوا كل التحيات مني معلق المباراة جمال الدراج.